يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدوا بقى كده وفي العربية. عايزين نغير بقى من نهج الراينو ونبدأ نفكر شوية بشكل مختلف ونشوف عايزين نعمل ايه، فهندخل على حاجة كيوت وظريفة لطيفة. تعالي بس. ما تدخلناش الزوم عشان احنا بنتكلم. شكرا. هو بس كده مش طبيعي. الناس اللي مش شغالة مش راضية. هو الوصف ايه اللي وصلت لحاجة؟ طب ما حلوة دي، جميلة جميلة وكبيرة، نمشي أمورنا خلاص. بس أنا زهقت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا واقفين بقى في الراينو عادي جدا، اهو البرنامج الجميل الظريف بتاعنا. قالوا احنا عايزين نبدأ نعمل حاجات بفيتشرز مختلفة شوية. يعني عايزة يبقى في حرية أكتر في إن أنا أحط نقط، أوصل، أعمل سيرفيسز، أعمل فساد، أعمل حاجات بتكنيك أصعب شوية، بس تكون انا بكتبه بطريقه اسهل او بقول له الاوردر بشكل اسهل. ومن هنا جت البرامج اللي ببدا انا بحكي له انا عايزه اعمل ايه وهو يظهر ده. تمام، في كذا برنامج كده برضه. فظهر عندنا لو فتحنا كده في ستاندرد ايكون كده اللي هي لونها الاخضر دي، او اللي هي ما تسمى بالجراس هوبر. ايه هو الجراس هوبر واحنا هنعمل بيه ايه؟ احنا عايزين ندخل حاجه على الراينو تكون فيها فيتشرز، شويه حاجات زياده، منها شويه حاجات جاهزه ومنها حاجات هنعملها بايدينا، بس تسهل الشغل على الراينو. تمام. اول ما عملوا الجراس هوبر عملوه بلجن خارجيه للراينو، ما كانش موجود بيلت ان كده. كنا لازم احنا اللي نروح على الويب سايت وننزله الاكستنشن بتاعه ونسطبه وهكذا، زي ما بتسطبوا الفي ري او الكورونا او اي حاجه من البرامج. ماشي. بعديها من اول راينو 6 قالوا لا ده بقى حاجه من داتري بقت كل الناس عايزه تشتغل بيه، ومنه سابوها موجوده بيلت ان في البرنامج. النسخ الترايل لما ال 80 يوم بيخلصوا الراينو ما بيضربش، اللي بيضرب الجراس هوب. الناس اللي معاها نسخه ترايل 80 يوم لسه ما كررتهاش او كده، او هتسيبها كده يعني، بعد ال 80 يوم الجراس هوبر هو اللي بيضرب او اي بلجن. الراينو ما بيضربش، ما بيضربش حاجه. الجراس هوبر زي ما بقول لكم في حاجات هنعملها بايدينا، هنكتبها ونحكي معاه بايدينا. في حاجات تانية هننزل لها بلجنز تانية. يعني هو بلجن بياخد بلجن، هو حاجة زيادة على البرنامج وبتاخد جواها حاجات تانية، وبالتالي لو ده بعد الشر ضرب الحاجات التانية ميزته انه خفيف، لكن ساعات بطلع بيه نتائج معقدة جدا فبعدها بتلاقي الفايل يتقل. الجراس هوبر انا بشتغل عليه وبتفرج في الراين. يعني اللي انا بعمله هعمله في الجراس هوبر، هكتب له طلع لي بوكس، طلع لي سلندر، طلع لي سيركل، طلع لي اللي طلعه.
هيطلع في الراين، هيطلع از بريفيو، لكن ما اعرفش امسك الاوبجكت ده، لسه فيرتشوال انا ما شفتهوش. بعمل له حاجات معينه ستيبس عشان ابدا اعرف امسكه في الراين. يعني طول ما الجراس هوبر مفتوح وانا بقدر ان انا اشتغل عليه، طول ما الحاجات اللي في الراينو هي بريفيو اونلي، ريد اونلي كده زي كونسبت الوورد. امتى ده يتغير؟ لما انا اقول له خلاص بقى جمد الاوبجكت اللي طالع ده وخليني اعرف انا اشتغل عليه في الراينو. اشتغل بقى عليه في الراينو، اعمل انا عليه حاجات ثانيه، اعمل عليه تفاصيل ثانيه براحتي بقى، الحاجات اللي انا عايزاها. طب عايزين نفهم اكتر. انا دايما هخلي فيو عندي اقدر ابص منه، فيا اما هخلي برسبكتيف يا اما هخلي توب اللي يريحك، دبل كليك كده وطبعا غير دماغك. وهتعمل كليكايه على الجراس هوبر، هتلاقيه بص فوق بدا يكتب لك ان كومنت جراس هوبر وبدا يفتح. لو البلجن في حاجه ضاربه او مش عايز يفتح او الكلام ده كله، هتلاقيه بيقول لك هنا ان كان نوت فاوند مثلا او اندفايند، او تفهم ان عندنا مشكله. ودي نادرا لما بتحصل في حوارات الكراك واللايسنس وكده، او لو حد منزل راينو 5، لان هو ده اللي بينزل عليه. ماك او ويندوز لا، بيشتغل على طول. اول ما بيفتح بيقول لك ان هو عنده حاجات سيفد بيخليك تتفرج عليها، مالناش دعوه بيها، اقفلها. تمام. واول ما بتقف هتفتح فايل نيو. كوني عملت حوار ان فايل نيو، معنى كده اول حاجه تحطها في بالك ان بقى ده سيفنج لوحده وبقى ده سيفنج لوحده. يعني دلوقتي زي ما عندنا الفايل اللي اسمه 3 دي ام بتاع الراينو، هيبقى عندنا فايل الاكستنشن بتاعه جي اتش جراس هوبر. ولا ده يشتغل من غير ده ولا ده يشتغل من غير ده، الا لو خلاص جمدت حاجه الجراس هوبر وقلت له انا عايز اشوفها في الراينو، خلاص هي بقت اوريدي راينو فايل. طول ما انا لسه شغاله لسه بجنريت ولسه بعدل، ما ينفعش الاثنين من غير بعض، لان في حاجات هربطها من هنا وهنا. يبقى اول ما تفتح اول حاجه تعملها من فايل زي ما قلنا نيو فايل، وانت واقف على نفس الحركه تعمل سيف. هنتفرج على الاكستنشن بتاع الجراس هوبر. اول حاجه اسمها جي اتش اللي هو جراس هوبر، بيسيف دايما في الحته حاجه اسمها رومينج، الفايلات بتاعته اللي هي بتبقى في السي وهكذا، ماليش دعوه. انا هروح اسيف دايما في اللوكيشنز اللي احنا متعودين عليها بشكل عام. ماشي، يلا بينا. ماشي، هسميه حتى ستار. والفايل ده ممكن برضو ابقى ارفعه لكم يبقى معاكم. وعلى نفس الحركه هروح في الراينو وهقوم قايله له سيف، سيف او سيف از. هقف في نفس المكان عشان اخليهم زي بعض. انا من انصار ان انت لما تسيفهم بنفس الاسم عشان ما يهربوش من بعض. طب هو مش هيقول لي ان الفايل ده موجود؟ لا، لان كل حد فيهم باكستنشن. يعني ايه اكستنشن؟ امتداد مسار الباث اللي بيبقى في الاخر، لا مش الباث اللي هو بيبقى فوق. اكستنشن اللي هو بيبقى مثلا 3 دي ماكس، اوتوكاد، الكلام ده كله. اهو لو جي اتش هنا انا دلوقتي ستارت، اول ما هتعمل سيف هتلاقيه. لو عايز تبص عليه هتلاقيهم الاثنين بنفس الاسم ولكن اكستنشنز مختلفه اهو، 3 دي ام وادي جي اتش، شايفينهم اهو. الفايل ده اللي هو الباكينج اللي بيبقى عادة بيبقى موجود زي الاوتوكاد، ما بنعملش بيه حاجة، وانس ان انا قفلت الفايلات بتاعتي ما بيبقاش موجود. ماشي الكلام؟ ما بتبقاش شايفه، ما بيبقاش بريفيو. خلاص فتحت شغلت حاجة. عايزين نتعرف على التول بار بتاعة الجراس هوبر والحاجات اللي ممكن اقدر استعملها دي. يبقى تاني احنا رايحين جراس هوبر عشان عايزين نعمل حاجات كومبليكيتد بس بطرق اسهل، بكتابات اسهل، بطريقة ابسط شوية. في منها حاجات جاهزه وفي منها حاجات هنبداها بايدينا واحنا ماشيين واحده واحده. كويس. عشان كده الناس راحت بعدت شويه ناحيه الماكس او كده، ودخلت في البرامج اللي فيها حاجات ابسط شويه، ومن ضمنها الراينو على فكره. الجراس هوبر بيكراش، مش كتير بس بيكراش. مش زي الماكس طبعا، مفيش حاجه زي الماكس، بس بيكراش. يعني ممكن يجي عليه وقت كده تلاقيه من فوق بقى نوت ريسبوندنج. فاحيان كتير لو سبته دقيقه دقيقتين هيرجع، وفي احيان مش هيرجع، بس عشان كده دايما بتبقى مسيب. بس الفايلات نادرا لما بتطلع، نادرا مش كتير خالص ان انت لما تيجي تفتح يقول لك كوركتد والكلام ده. ماشي. احنا هنكتب فيه مش كودنج قد ما هنكتب فيه كومبوننتس، محتويات، وهنبدا ننازع عليها. تمام. كويس. هقف دلوقتي انا اهو فتحت اول تول بار، التول بار اللي بتبقى عاديه طبيعيه للبرامج كتير زي الفايل والايديت والفيو والديسبلاي وطرق عرض العناصر. الفايلات مهمه جدا لان في حاجات فيها غير السيفنج، في حاجات زي اللي هي سبيشال فولدرز، دي هنبدا لما ننزل بلجنز معينه نبدا نحطها هنا.
وهنبدا من النهارده في تنزيل الجلوبال. الاديت لو انا ببدا عايزه اعمل بيست، لان الجراس هوبر ممكن اخد معطيات من فايل احطها في فايل تاني اللي احنا بنسميها كومبوننت. تمام. اي بوكس كده بيبقى شايل، مش قصدي بوكس اللي هو البوكس اللي احنا بنرسمه كيوب، لا قصدي اي بوكس اللي هو العنصر اللي احنا هنرسمه هنا، بيبقى شايل دايره، مربع، مكعب، اي حاجه ينفع يتنقل من فايل لفايل بمنتهى السهوله. حلو الكلام، ماشي. بعد كده الفيوينج، شاشه الفيو اللي انا شايفاها، عايزه اوسع الشاشه، عايزه اضيق الشاشه، عايزه اخليني زوم سيلكتد، لا. ليه؟ انت يهيأ لك ان الشاشه دي كبيره، بس دي مش كبيره خالص خالص خالص. انت هتبقى ساعات عايز تعمل زوم ان زوم اوت، وبدليل كده ان هو بص رسمها لك تحت اهي. حد شايفني وانا بتحرك؟ دي حركه مش عارفه انتوا شايفين دلوقتي، بصوا بيفوكس انا واقفه فين. اي برنامج لما بيجي يبدا بيبدا فين؟ في التوب ليفت، لازم تبقوا برضو عارفين كده. اي برنامج لما بيبدا في 0 0، عشان كده هو دايما لما فتح على هنا. انت بقى هتبيست الاليمنت بتاعتك فين، دي مشكلتك، عادي تتحل ببساطه. حلو. طرق الديسبلاي هنتكلم فيها شويه. ساعات الفايل لما بيتقل ما ببقاش عايزه اشوف العناصر قوي سوليد، فعايزه اخليها مثلا وايرد، عايزه اخليها كتابه بس، عايزه اخليها صوره بس، عايزه اخليها شكل ايكون بس، اقلل الديسكربشن. ما انا ساعات هكتب تفاصيل، تفاصيل لنفسي مش تفاصيل لي، حاجات عايزه اشيلها، حاجات عايزه احطها. ومن هنا طرق الديسبلايز دي اختلفت معايا، انا عايزه اخلي ايه واشيل ايه. تمام، حلو قوي. وبعد كده السوليوشن، لو انا اوريدي عايزه ابدا اعيد اكشن معين كذا مره او كده، هنبقى نشوف ساعتها. عايزه ابريفيو بشكل معين، عايزه اودي للراينو، عايزه اعمل فيه حاجه. المهم بقى بالنسبه لي التول بار الثانيه دي اللي هي فيها البارامترز او الماثز او السيتس او الفيكتورز او كده، دي العناصر اللي انا هستعملها، الكومبوننت، محتويات الفايلات بتاعتي. ليه سموها كومبوننت؟ لانها بتبقى محتوى هيتم اضافته للصفحه بتاعتي. وخلينا متفقين ان الجراس هوبر هو بدايه التكويد في الموديلنج، يعني ممكن تكتب كودنج. الناس اللي بتعرف في الكودنج، انتوا عندكم ماده اسمها ويب ديزاين، حط فيها اتش تي ام ال او سي اس اس، هتاخدوا. مالناش دعوه، ويب ديزاين، او هتاخدوها قدام لما تكبروا بقى، مش عارفه. بلاش. الناس اللي بتعمل الموبايل ابلكيشنز او بتعمل الويب سايت او الكلام ده بيكتبوا لغات برمجه. الجراس هوبر بيكتب بايثون. بايثون دي احد لغات البرمجه. خدت ويب بروجرامنج يعني؟ طيب ماشي، مع نفس الفكره، ماشي بس. فهو بيكتب الحاجه، اما اكيد كلمه كومبوننت مش غريبه، غريبه مريبه. بيكتب عناصر، فالعناصر دي اسمها كومبوننت. ما عليه. طب كويس انتوا بتكتبوا بايثون، يعني ممكن اغلس عليكم ونكتب لنا هنا. هو مش معنى ان احنا اخدناه ان احنا نعرفه. اول ما دخلنا ده رعب قوي. انا قلت هابدع. ما هطلع يعني ما عليه. طيب ماشي. ولا نجيب كود جاهز ونحطه فنبقى عارفين السيميكولوم من الفاصله، من الاقواس، يعني مش عارفين ايه هو الفاريبل والكونستنت واللات مثلا. مالناش دعوه، وحشين الحاجات دي خلاص. حاضر هنرسم، ماشي. طيب فدي مجموعه من الكومبوننتس اللي احنا نبدا نستعملها. التابه الثانيه اللي اسمها ماث، دي الاوبريشنز اللي بتحصل على الكومبوننت. يعني مثلا عايزه اعمل له اكسترود، بس عايزه اقول له وانت بتعمل اكسترود شوف الموديل اللي جنبك اطرح نصه، شوف مش عارفه ايه اجمع عليه اقسم عليه، وهكذا. عمليات حسابيه اللي بتحصل من خلال الماس، ودي اللي بيروح لها بايثون السكريبت. عشان كده كان عندي امل في الابداع، ما فيش اي امل، خلاص عادي، ما فيش مشكله خالص. ماشي، لما اتزنق في حاجه زي كده هعملها بايدي من باب ان انتوا تشوفوها وخلاص، وابقى بس موريها. تمام. بعديها هتيجي برضو مجموعه من السيتس ليها علاقه بالليستس وطريقه كونكت الحاجات ببعض. اربط ازاي شويه نقط ببعض يعملوا شكل ترس، ولا يبقوا كلهم متوازيين لبعض، ولا يبقوا وهكذا. وبعد كده الفيكتورز بيبقى ليه علاقه بالاشكال، يعني نوعا ما ثنائيه الابعاد، الجريد، اللاينز، الكلام ده. وبيبقى فيها كمان ازاي اقدر امسك يعني حاجات odd وحاجات ايفن والتفاصيل دي كلها، واقدر اعمل نقاط تحكم. اعمل مثلا حاجه كده شويه نقط بعيد عن بعض، لا والله يكونكتوا مع بعض فيبقى كلهم ماجنتيك، حاجات شبه كده. وده اللي هنعمل بيه حاجات ايربن.
تمام، وهتبقى الحاجات فيها سهله قوي. الكيرفات برضو الحاجات ثنائيه الابعاد، السيرفيسز الحاجات ال 3 دي بس المسطحه، والمشز هناخدها قدام، الحاجات اللي بتبقى عايزه تبقى حاجات كومبليكيتد شويه ولكن خفيفه وثلاثيه الابعاد. تمام. الانترسكت ليها علاقه بالفيزيكس اكتر والماثينج، الحاجات اللي بطرحها من بعض واخليها جنب بعض وكده، مش هنستعمل فيها حاجات كتير بس هنشوف ايامها يعني. الترانسفورميشن الموفينج والروتيت والسكيل والاريز وكل الحاجات دي والاوفست. ماشي، احنا المنيو دي مش هنيجي جنبها قوي 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 لان احنا هنكتب اللي عايزينه هنا، بس لازم تبقى عارف انك لو نسيت تكتبه هم كلهم موجودين فوق. طرق الديسبلاي هي دي بالمناسبه. تمام. اول بلجن بداوا يحطوه جوه الراينو او الجراس هوبر هو الكانجرو. ماشي، الكانجرو ده بلجن بيبقى ليه علاقه بالجاذبيه الجرافيتي والحاجات ازاي تطلع وتعمل ويفز والكلام ده كله، بيستعملوه في الشيدز والفساد والمنشآت الخيميه. انا دلوقتي عايزه اعمل خيمه بس احنا في الصحراء، فكمان شهر هتيجي رياح، فلما هتيجي معرفش شماليه شرقيه شكلها ايه، شكل الموديل هيبدا يتهز كده ويتحرك، فهو يبدا يحسب لك الماثماتيكال ستيل الحاجات دي بتاعتك. كانجرو كان من البلجنز اللي احنا كنا بننزلها بايدينا، دلوقتي بقى موجود، بقى بلت ان على جهاز. ماشي، وبعد كده الفي ري لو احنا عايزين نرندر واحنا مش هنرندر من هنا. طيب، حلو قوي، عايزين نبدا كده واحده واحده نشوف عايزين نعمل ايه. احنا اهو فاتحين الجراس هوبر، البريفيو عندي الزيرو زيرو بتاعه البرسبكتيف وانا واقفه بتبريفيو في اي حاجه. انا ليه فاتحه برسبكتيف؟ لاني اول حاجه هبدا انشئها وابدا اعملها معاكم اكيد هتبقى حاجه ثلاثيه الابعاد يعني نتبسط شويه. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل حاجه 3 دي. ايه الحاجات ال 3 دي؟ باينه من اساميها، افتكروا كده، اللي هي الجيومتريز كلها، البوكس السفير السلندر، اللي هي الاسامي دي، مش السيركل ومش الريكتانجل، عشان بس مش عايزه ازود خطوات. ايوه عايزه اعمل ده، اعمل ايه؟ اكيد انا مش فاكره هم مكتوبين من هنا فين، في حين ان احنا لو دورنا هنلاقيهم في السيرفيسز اهي بريمتيفز. تمام، ماليش دعوه، هتقف في النص في اي حته انت عايزها اهو، دي كلها المسطح بتاع الشغل بتاعك، ومن هنا اهو بيبان نسبه الزوم ان او الزوم اوت، ومن هنا بتبان انا بعرض ازاي، بعرض كل العناصر بتاعتي، درو شيدد بريفيو، انت بتشوف كل العناصر اللي انت بتكتبها او الكومبوننتس اللي انت بتكتبها. ما قلتش ان هيطلع بوكس، هيطلع المكعب اللي كاتب فيه بوكس او الشكل اللي كاتب فيه بوكس، اللي احنا بنسميها بطاريه، وهقول لكم ليه دلوقتي. تمام، دول هيفرقوا جدا. ساعات حد يقول لي الرسمه طالعه حلوه قوي في الراين وشغاله بس في الجراس هوبر نص المعطيات باينه والباقي مش باينين، عشان انت من هنا هتبقى له نص اهي، اونلي درو البريفيو الحته اللي انا بشتغل فيها بس هي اللي باينها، والحاجات الثانيه اعمل لها هايد. حاجات هتكتر قوي، هتلاقي الكومبوننتس كتيره 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 متوصلين على بعض وقلبت زي الدايره الكهرباء كده شويه، فبتبقى عايز تخبي شويه وتعرض شويه، مفيش مشكله. ماشي، اول نصيحه احب انصحها لكم هنا، دي حاجه من واقع الحياه العمليه، النظام، ان انت تبقى منظم هنا. الجراس هوبر الحاجات كلها بتكونكت ببعض وكده وداخله وطالعه، لو ما عملتش حاجتك جروبنج وقسمتهم سكشنز كده منظمين هتسيح، مش هتعرف تشتغل، وبالتالي اللي وراك مش هيعرف يشتغل، وبالتالي هيتقال علينا ان احنا ناس مش ورك ان تيم ورك كويس وهكذا. اول ما ان شاء الله ربنا يكرمكم هتتخرجوا من الحاجات اللي بتبص عليها في اي تاسكايه البيست براكتس، دي حاجه لكم المستقبل. يعني ايه؟ يعني بيشوف انت اصلا ايوه انت طلعتي التاسكايه وطلعتيها طور، طالعه كويسه بيست براكتس، ما فيهاش ايرورز كتيره مثلا، اشكال بايظه، حاجات داخله في بعض، الكلام ده كله، اللي وراك يعرف يشتغل عليكي. فكون اللي وراك يعرف يشتغل عليك يعني انت الكتابه بتاعتك نظيفه، الموديل بتاعك شكله حلو، زي كده في الفوتوشوب ذاكره السمكه، قولوا لي بقى ان انتوا خدتوا فوتوشوب وفاكرينه عشان اتبسط. اوتوكاد، شوفوا اما بتلاقوا فايل اللايرز اللي فيه متقسمه حلو ازاي ومتلونه والكلام ده، بص انتوا بتتبسطوا ازاي. هو ده النهج اللي احنا لازم نمشي، ما بقولش ان هنا لايرز، انا بحكي بنفس الفكره، ده الحاجه المنظمه طيب، هقف كده هعمل دبل كليك في نص الصفحه، اول حاجه طلعت لك، انا عملت دبل كليك ما عملتش حاجه، عملت دبل كليك كده، انتر اسيرش كي وورد، هو بيسيرش على حاجه انت عايزها من ضمن دول البارامترز والماس والسيتس دول. انا هسيرش على ايه؟ على بوكس، انا عايزه ارسم بوكس. اول ما تكتب بوكس لو سمحت رجاء ما تعملش انتر على طول، طبعا لو عملت انتر الامر هيتقفل، هتطلع لك كتابه طويله مليانه انواع كتير من البوكس. انا عايزه افرق ما بين حاجتين بس دلوقتي،
عندي بوكس معمول باللون الاسود وعندي بوكس تاني معمول باللون الاورانج ده. تمام؟ في فرق ما بين ان انت تكريت الكومبوننت فروم سكراتش من الجراس هوبر او تنادي عليه من الراينو ويبدا التعديل عليه من الجراس هوبر. يعني ممكن حد فيكم يبقى اشتغل حاجه سب دي في الراينو او الحاجات بتاعت السب ديز كلها، وهو احنا ما عندناش نفس الفيتشر قوي في الجراس هوبر لان هو حاططها بروفيشنال في الراينو. راينو 8 نزل بالمناسبه، نزل بقاله 3 اسابيع كده او حاجه. في حاجات زياده بس مش حاجات لينا، يعني مثلا الجامبول اللي تحت دي ما اعرفش غيروا فيها كام فيتشر، في حاجات في الكاميرا اتضافت ازاي وهكذا. ممكن ابقى اعمل لكم فيديو كده تبس الحاجات اللي اتحطت فيه. ماشي، لسه نازل ونازل 80 يوم فري. مش حد معاه بالتراك ولا لا او يعني ما فهمش فيه. ماشي طيب. فعندي دلوقتي نوعين من البوكسات. تمام؟ بصوا بقى اهي، اللي فوق create a box centered on a plan، اللي تحت contain a collection of boxes. نجرب، هنجرب اللي تحت. اول ما هتقف هتلاقي طلعت عندك زي مربع كده لونه اورانج، اكيد مش هتسيبه بالمنظر ده، هتقف عليه. انت قلتي ان كل حاجه هتطلع في البرسبكتيف، ما طلعتش ليه؟ بس قلت ان من كل حاجه عندي 2 و3 و4. تعالى كده نكتب بوكس تاني وهختار سنتر بوكس. الله، اشمعنى طالعه اهو؟ خليك مركز في حاجه. اي حاجه هتبقى باللون الاورانج بعد ما تحطها بالشكل ده معنى كده انها empty component، عنصر فاضي مستني تشاور عليه في الراينو. اي حاجه بعد ما هتعمل لها inserting هتلاقيها لونها اورانج في الجراس هوبر يبقى هي empty، هي فاضيه وبالتالي هي 0 بايت فما ترسمش. تمام؟ هو مش ايرور، ده بيبقى warning، لو وقفت عليه شويه هتلاقي هنا في تول تاب كده. بص بيقول لك ايه، هو مستني منك الكولكتنج داتا، هو مستني تشاور مش اكتر. تشاور دي يعني احنا نكون راسمين البوكس في الراينو ونشاور عليها. انا مش عايزه اعمل كده فما كانش ده المتطلب بتاعي. يبقى اي حاجه من الحاجات اللي انا برسمها دبل كليك. اول ما هتكتب بوكس عندك حاجتين، البوكس اللي بيبقى مستني منك الكومبوننت الاسود ده، الاسود ده بيبقى مستني منك البوكسات بتاعتك اللي موجوده في الراينو، وده مش الحل بتاعي، او انه يبدا هو يجنريت البوكس عن طريق سنتر بوكس. وسيبك من التانيين طبعا دلوقتي بس بعد كده جاي لي اهو. هو عمل البوكس على اساس ايه؟ هو بيعمله باي ديفولت في نص البلان في الزيرو زيرو، وبيعمله باي ديفولت 1 في 1 في 1. هو انت قلتي له مقاس غير كده؟ طيب، قبل ما اشوف هو قال المقاسات ولا كده، عايزه احكي ايه دي الكومبوننت اللي انا بحكي عليه. ودي بيبقى اسمها عندنا بطاريه. ليه؟ بتبقى واخده شكل البطاريه شويه، ان هي بتبقى من اليمين طالع منها انها رايحه لحاجات، بصوا، ومن الشمال طالع برضو منها انها رايحه لحاجات تانية. في بعض العناصر هتلاقي الكومبوننت من ناحيه واحده بس يسمح لك انه يتوصل بحاجه، وعناصر تانية من ناحيه تانية اللي هو الشمال يسمح لك انه يتوصل بحاجه. فلو هو كده ما تاخدش الناحيه اللي مش مرسوم فيها حاجه وتحاول توصلها. تمام؟ ومش كل الحاجات تتوصل ببعض، في حاجات هيطلع لك ايرور، في حاجات مش هيقدر يروح لها اصلا. ودي تعتبر من المميزات ان هو بيساعدك، بيبقى جايد. ومع الوقت، بس اكيد مش هقولها لكم على طول، هديلكم بلجن. البلجن ده بيقول لك، بيعرض عليك اقتراحات البوكس ده يتوصل بايه. والله وصليه بالموف، وصليه بالروتيت، لا والله وصليه ان هو يطلع سلم، وصليه انه يطلع تاور، بيفكر معاك. الاي اي دلوقتي بقت من الحاجات اللي بتساعد كتير جدا في الديزاين، ولازم يبقى ليكم مستقبل في الاي اي. دخول الذكاء الصناعي في البرامج، الحاجات اللي زي دي، كل ما هي بدأت تفكر معاك احسن كل ما انت طلعت شغل في وقت اقصر بكواليتي اعلى. تساعدك، ما قلتش اللي هتطلع انت. تمام؟ مش قصدي بقى الميد جيرني ولا اللي هي برومو اي اي ولا الكلام ده كله، لان الكلام ده ما بيدكش سورس. انا بتكلم على حاجه تدخل في البرامج بتاعتنا وتبدا تسبورت الشغل بتاعنا. ماشي طيب، حلو. طريقه عرض الكومبوننت مش هتبقى عندكم كلكم نفس الشكل. ازاي؟ في طرق. يعني دلوقتي كاتب لي كلمه سنتر بوكس كلمه صريحه، وكاتب لي من هنا ان الريزلت بوكس، وهنا الانبوت. يعني ايدك الشمال
عشان الناس بقى اللي هتبقى بتسمع الريكورد، ايدك الشمال عليها الانبوتس كلها، المدخلات بتاعتي، البيز بتاعه فين اللي هو واقف فين. هو انا ممكن اغيره الاكس والواي والزد لان هو عنصر من 3 اكسيس. ماشي. ومن ناحيه اليمين الاوتبوت اللي طلع بقى بوكس، فالبوكس ده هعمل بيه إيه؟ تمام. حلو. احتمال عندك ما يبقاش الشكل كده، امال احتمال عندك يبقى كده، بيبقى شكل الايكون بس. احتمال عندك في يوم ما تبقى هي كده بس، تبقى الايكون وكمان بقى في اختصارات في الانبوت والاوتبوت، ما بقتش باينه بشكل صريح. انت اللي بتتحكم انت عايز ايه. برضو حاجه انصحكم بيها، طالما احنا لسه ستارتنج او لسه بنقول يا هادي او لسه في البدايه، يا ريت طرق الديسبلاي بتاعتنا تبقى الفول نيم، في ايه الفول نيم كده، فتبقى شايف كل حاجه. بصوا ما تبقاش بس الايكون بس، هي تبقى الفول نيم. يا ابني اكتب الفول نيم. طب مفيش حاجه تسهل عليا الموضوع ده اكتر؟ في بلجن، ومن هنا نبقى اول دقيقه هنزل البلجن. وبرده دايما اول ما تشتغلوا يا ريت تبقوا بتنزلوا البلجن ده، اسمه باي فوكل. بيعمل ايه باي فوكل ده؟ بيكتب اسم الاليمنت فوقيه من هنا، فمهما تزوم ان وتزوم اوت هو كاتب لك ان ده اسمه بوكس، ان ده اسمه كذا، ان ده اسمه. ماشي. هو سهل جدا، بس انا هبدا اقوله من دلوقتي من باب ان احنا نبدا نمشي ايدينا في نزول البلجنز ازاي. الجراس هوبر بحر واسع، فوارد جدا ان يبقى فيه لسه حاجات قدام ما غطيناهاش كلها، عادي. بس لو انت فهمت التكنيك وفهمت يشتغل ازاي هتقعد تنزل اي بلجن. البرنامج ده اوبن سورس، البلجن ولا ايه؟ يعني ايه اوبن سورس؟ يعني اي حد زي ما درسته في البايثون يقدر يedit ويعمل كود وينسرت هنا. فبكره ممكن تلاقي حد عامل بلجن انا ما اعرفوش، بعده حد عامل بلجن تاني ما شفناهوش قبل كده. الناس بتعمل بلجنز وبترميهم على الكوميونتي بتاعت الراينو، فعادي جدا. المهم نبقى نعرف نستعملها ازاي. وده يودينا الناس بقى بتاعت الراينو دي بتعمل الكلام ده مع بعض ازاي. فالناس الاموره الكيوت دي تبقى موجوده اونلاين، كوميونتي كده، الناس دي مع بعضها اسمها فود فور راينو. تمام. وانا واقفه من هنا كده، انتوا لحقتوا تزهقوا؟ مالكم زهقانين نايمين؟ في ايه؟ مش باهلين؟ طب انا اسفه معلش، حقك عليا خلاص. هنلاقي الويب سايت اهو اسمه فود فور راينو. الناس بقى اللي هتبقى عايزه اسمه تاني هترجع بقى للريكورد هتلاقيه. ماشي. ما تناموش قوي والنبي والنبي والنبي. شو صغننه؟ طيب معلش، انا عارفه يوم السبت واول اسبوع انا حاسه بيك، بس معلش. تمام اهو ادي فود فور راينو. فود فور راينو ده كل البلجنز اللي موجوده على الجراس هوبر وهو بيسبورتها. انا هدخل على اسهل واحد عندنا اسمه باي فوكل. الحاجات دي فور فري لان هو ديبندد ان حضرتك جبت الراينو وشغلت الجراس هوبر فانت تمام. وزي ما بقول لكم ده اوبن سورس. يعني ايه اوبن سورس؟ يعني اي حد يشتغل. ماشي. هكتب اهو باي فوكل. حاسه ان فيها حرف ناقص، هو بقى ان شاء الله ابن حلال يظبطها لي. أو فيها ايه ناقص؟ لا مش طبعا. امم نعمل ايه لما نكتب اسم غلط زي حالتي كده؟ تاخد الاسم واكتبه كده في جوجل، هو ناقصه حرف غالبا. باي فوكل جي اتش او جراس هوبر. يستلم. انا كتبتها غلط، بس هاخد بس الاسم صح كده وارجع بيه هنا. هيطلع لك البلجن ده بيبقى عباره عن نظاره كده اهو. اول ما فتح. نعم. نعم. اه ماشي اهو. في كذا حاجه ملناش دعوه دلوقتي خالص. انا عايزه ابو نظاره. هو باين من اسمه ان هو بيبدا يعمل لك ديسبلاي للكومبوننت بلس التكست بتاعه. ماشي. الحاجات دي في البدايه هتساعدكم. ليه في البدايه لازم تساعدنا؟ عشان نقدر بايدينا كده واحنا شغالين نبقى شايفين اسم العنصر وشايفين شكل الايكون وبالتالي حافظين الاسامي. هتاخد معانا وقت شويه. اول ما هتدوس عليه هيبدا يقول لك اعمل داونلود. الكود فور راينو في حاجه يعني سخيفه سيكا ان لازم تصاين، مش هينزل من غير ما تصاين. ماشي. ده حاجه قديمه هي، بصوا ده من 2017 بس اوكي ده ظريف جدا. هتنزل الفيرجن، انا اكيد هنزل الاحدث يعني ده في 16 ده في 17 اهو شغال من 4 5. اكيد من 4 5 واحنا طالعين.
يعني اكيد مش المجموعه 5 وقف، لا طبعا. هنعمل لوجن. احنا طبعا، هل انا هبقى فاكره اسم الميل بتاعي؟ لا يا حبيبتي، ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. ما هو هنا كده. ده بياخد الاكونت بتاعك عشان هو عنده قاعده بيانات داتابيز، فبيسيفك عليها. مش بيتشيك. مش بيتشيك. ماشي. اه. شكلي عندي احساس ان انا عامله بالميل القديم ده. فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ يعني مش هيتشيك فيرجنك اللي في البيت ايه، ولا هيتشيك اصلا انت عندك راينو في البيت ولا لا. هو بيجمع الناس عنده. اي ميل، بس بيبقى عندك اكونت عليه، الاكونت فور فري. انت لو جيتي وانت فاتحه في البيت نزلتي الانستجرام، هيتشيك في البيت انا فاتحه على الموبايل ولا لا؟ ملوش علاقه. ايه بقى؟ مش عارف. يا رب تطلع هي، يا رب. وانا ما بيبقاش حيلتي 7000 هو باسورد يعني. طيب هو في ميل تاني نفترضه. الحمد لله. ماشي. انا اهو دخلت بالميل. طبعا اعملوا 700 ميل زي حالتي، مفيش مشكله. انا ساعات بصمم بكل الايميلات، ملهاش ليميت. ومش هيجي يقول لك لا والله اصل انت كنت منزل البلجن ده بالميل ده قبل كده. لا، انا كل مره في كل كورس بنزله من اول وجديد عشان. ماشي. وانس انك عملت داونلود، هيبدا اهو يقول لك هعمل داونلود. هينزل لك ايه بقى؟ هينزل لك فايل. بصوا جي اتش اي اهو. مش معنى ان انا هقول البلجن ده بيشتغل ازاي ان كل البلجنز هتنزل بنفس الطريقه. ابسوليوت خالص. ما احنا اتفقنا ده اوبن سورس وكل واحد شغال بنهجه وبطريقته. تمام. فانا يعني على قد ما اقدر هبقى بجمع لكم كل طرق تنزيل البلجنز عامله ازاي. هقف اهو، يلا بينا. هروح همسك البلجن ده كوبي، هرميه في الحته بتاعتنا في صديقتنا الصدوقه. خلي بالك البلجن ده اول ما هتاخده تشغله اكنك بتعمله كات من هنا. هيشتغل ازاي؟ هتاخده كده دراج اند دروب هنا، دراج اند دروب. فلما هتعمل له دراج اند دروب هتلاقي في البارامترز ظهرت العدسه، ولكن هي راحت باي من هنا يا كتاكيتي. هو عمل لها كات. عشان كده انا لما رحت في الداونلودز عملت لها كوبي مش كات. تمام. مش هتخسر حاجه، خلي البلجنز عندك. معلش معلش. تمام. يعني يا ريت كده واحنا واقفين هنا نبقى دايما برضو منظمين. نعمل كده فولدر نسميه جي اتش بلجنز. تمام. ويبقى عندنا كده حاجتنا دي هتنفعنا والله، وكلنا كده نشير مع بعض وندي لبعض الكلام. ماشي. كل مره هنزل حاجه او كام حاجه احسبها لكم هنا وتبقى دايما موجود، وممكن في الاخر نرفعها كلها على الدرايف. ماشي. حلو. رحت هنا. ايوه، ما اشتغلش ليه زي ما انت قلتي؟ ما وقفش يعني وحط الاسم. ايوه انا ما استدعيتهوش. انا اهو، انا واقفه هنا اهو، ادي البوكس الكيوت. طبعا انا بنقل كده بايدي اهو. باي فوكل ده المفروض اجيبه احطه هنا كده. شفت تطلع كلمه سنتر بوكس ازاي؟ من هنا بقى براحتك. ممكن بقى تقف بقى دلوقتي تخلي مثلا الديسبلاي اتس ايكون مثلا، عشان تبقى برضو عينك شايفه الايكون وشايفه الاسم. باي فوكل لازم عشان يشتغل تبقى الاكسبريشنز دي مفتوحه كده. فيا ريت تحطها بره كده في الصفحه بتاعتك، او هو بيقول لك اتس اكتف. انا شغال مش شغال. طب وليه؟ طب ده طالما بلاجن ليه طالعه منه ان هنا ممكن يتوصل بحاجه؟ عشان ممكن يتوصل ببطن يبقى اون واوف، يفتح ويقفل. والاسهل من كده ان انت لو مش عاجبك اعمل له ديليت من هنا، هيروح. عايز تشغله تاني اهو. تمام. مش دبل كليك بالمناسبه، انا قصدت اعملها دبل كليك عشان اوريك. دبل كليك بيوريك الهيلبنج بتاعه وازاي بيشتغل. امال اي بلجن او اي حاجه من اللي فوق دي باخدها ازاي؟ باخدها دراج. كويس اهو. هقف من هنا اهو ابقى زي الشطور. كويس. يبقى دي البوكس بتاعي. البوكس ده واقف البيز بتاعه فين؟ اهو واقف بتاعه في نص الفايل بتاعي. طول ما انا عامله سيلكت هو باللون الاخضر. اول ما اسيب السيلكت هيرجع هيبقى باللون الاحمر. كويس. طيب انا مش عايزه اغير البيز دلوقتي ولا عايزه اجيبه. عايزه ابدا اغير شويه في مقاساته. عشان اغير مقاساته فانا عايزه احط رقم. الرقم عندنا حاجه اسمها سلايدر. حاجه اسمها سلايدر. بكتبها ازاي؟ يا اما تقف في الشارع زي ما اتفقنا كده وتكتب من هنا كده سلايدر، فهيطلع لك.
نمبر سلايدر اللي فوق دي، او في حل اسهل واكثر جمالا وكياسه من كده. انا معذبه نفسي. ماشي، ان هو ان انت تعمل ايه، تقف كده، يا رب الصوت يقف. ماشي، وتكليك في الفراغ وتكتب الرقم اللي انت عايزه، يعني مثلا عايزه اكتب 5 وانتر. بصوا هو لوحده كريتها نمبر. طب عايزه تعملي بيها ايه؟ اخدت بالك ان النمبر سلايدر دلوقتي بقت البطاريه بتاعتها مفتوحه من ناحيه واحده، الناحيه دي مش مفتوحه، الناحيه دي بس اللي مفتوحه. فبالتالي هي عايزه تتوصل من هنا، يعني بالبلدي كده ما ينفعش تبقى هنا وبوكس ده يتوصل كده. الله، ما فيش مدخل ليها، هتشتغل ازاي؟ حلو. طيب قبل بس ما نوصلها باي حاجه، هي ليه بقت اخرها زيرو او يعني اولها زيرو اخرها 10؟ ليه الماكسيمم 10 وليه المينيمم زيرو؟ ليه يعني ايه ده؟ عشان دلوقتي هو لو انت كتبت رقم بتوين 0 و 1 هيخلي الماكسيموم 1. يعني مثلا لو انت قلت له 0.5 هيخليها من 0 لحد 1. طيب لو انا كتبت 5 زي ما انا كتبت هخليها من 0 ل 10. طب ايوه انا عملتها كده، بس ده كان شيء اعتراضي مني، يعني عايزه اغيرها. هل في حاجه تعمل كده؟ اكيد. اكيد لو وقفت من هنا وعملت دبل كليك تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه، لكن برضه هيفضل من 0 ل 10. عايزه اغيرها من 0 ل 10، دوس على نمبر سلايد، الكلمه نفسها، الكلمه نفسها هيفتح لك تابه. التابه دي فيها تفاصيل كتير قوي. اولا كلمه نمبر سلايدر هغيرها، هخليها مثلا اكس عشان ابقى عارفه ان انا موصلها باكس. تمام، اكسلنت ما اعرفش مثلا اهي. في اكسبريشن يعني في معادله رياضيه عايزاه يحسب عليها، لا. ايه الفرق ما بين حرف الار وحرف الان؟ لو تسمعوا عن الكلام ده من زمان ايام ما كنت في المدرسه، الراوندنج، ازاي يعرض الارقام العشريه او ازاي يعرض ارقام صحيحه بس. الفلوت نمبرز اللي هي الارقام العشريه اللي يقدر يجيب علامه وبعدين يكتب ما بعد العلامه. تمام. الان او الانتجر نمبرز اللي بيقدر يجيب بيها الارقام الصحيحه بس. هو دلوقتي ماشي ارقام صحيحه عشان انا كتبت له 5. لو كنت كتبت له 5 او 0.0 او 0.1 مش عارفه ايه كان زودت. نيجي بعد كده للجزء اللي تحتيه اهي، النوميريك دومينز، المينيمم والماكسيمم اهو. انا بقى همسك مثلا الماكسيمم دي هخليها 50 وهدوس على علامه الصح. لو عملت انتر هي ابلاي. الناس بتاعت الماك لازم تدوس على علامه الصح. انت دلوقتي الرينج اللي انت فيه 5 اللي انت كتبتيه، مش عايزاها. بص كده اهو. اوكي، بص بقت 37 ازاي اهي. وبالتالي كتب كلمه اكسلنس. تعالى نوصلها باكس، هتشوف الريزلت في الوقت الحالي. بص كده لما تصغر، سيبك ان انا بعمل امثله صغنونه ماشي، ما يجيش حد يقول لي ما احنا الكلام ده بنعرف نعمله في الرايزوم. اكيد احنا لسه بنكتشف شكل الانترفيس، لسه بنقول احنا بنعمل، لسه بنقول يا هادي، يعني احنا لسه نص الترم في البتاع ده. فطبيعي احنا بنبريك ذا ايس معاه. بس تاني، انا عايزه اعمل حجم معين، هطلع ده لفوق شويه عشان ابقى شخصيه بحاول ابقى انسانه منظمه يعني. هعمل دبل كليك، هكتب 8. الرينج بقى لحد 10. عايزه اوصلها بواي. قبل ما اوصلها نصيحه نظبط الدنيا دي. فهنا مثلا هكتب واي لينس. عايزه الافريج يبقى قد ايه؟ اي حاجه دوس كده على البلس، دبل كليك عليها او البلس ساين، اكتب الرقم اللي انت عايزه وابلود. وممكن تحط القيمه من هنا اهو، وبالتالي هرفعها شويه كده واقوم مزوداها بالواي. شايفين شكل الاوبجكت بدأ يبقى عامل ازاي؟ طب وانا مكسله اعمل الزد، ما ينفعش الواي والزد يشتركوا في نفس البارامتر او نفس الكومبوننت؟ ينفع. قرب من البطاريه اللي رايحه ودوس شيفت، هتلاقي شكل الماوس. حد شايف الماوس عامل بلس؟ اكيد مش شايفين طبعا. بصوا طب كده الماوس لونه ايه؟ احمر. بيشيل حاجه. شايفين الماوس بقى عليه علامه حمراء كده؟ بص كده الماوس بقى اخضر وعليه علامه بلس، وتقدر بيه توصلها كده. فتبقى بص كده الزد والواي نفس الحاجه، في حين ان الاكس لا. لا رجعت في كلامي. شيفت انا اسفه، كنترول
ورجعها لي تاني. ده حل. كنترول زد طبعا. او رايت كليك على الكومبوننت بتاعك من هنا، وهتلاقي فيه ديسكونكت على الزد يعني. ايوه ديسكونكت. ديسكونكت من الواي لينث. حد واخد باله ان بقت تعمل لون احمر كده؟ اهو هقف اكاريه تاني، اقول له انا عايزه الزد 6، وهكتب عليها كده وانا واقفه زد لينث. هقف من هنا هقوم قايله له اهي. بس شكلهم بصوا مش مظبوط كده، زي ما انا قلت مش منظمين. انا ممكن اسلكت الثلاثه دول. اول ما سلكتهم هيطلع لك علامات الالاينمنت جنبك كده زي ما انت شايف. عندك الاينمنت من اليمين والشمال، عندك الاينمنت من فوق ومن تحت. اول ما هقول له كده بصوا بيبدا يسنتر ازاي. بصوا كلهم على بعض. لو ما كنتش عايزاهم على بعض اهو، ابدا براحتي بقى. طب في حاجه تانية ممكن تظبط الالاينمنت. ايوه، ممكن تعمل عليهم كليك وتحطهم في جروب عشان ابقى عارفاه، وبالتالي امسك كده مثلا سي البوكس ده يبقى هنا. طيب عايزاهم كلهم في جروبنج، اقف اهو يبقى جروب جوه جروب. اقف كده في اي حته اقول له جروب. بالمناسبه لو عملت دبل كليك تقدر تغير من شكل الجروب في الشارع كده شويه. يا بنتي اعملي اهي بصوا. يعني نوعا ما. وتقدر كمان تغير من لون الجروبنج بتاعتك. البوكت بتاعت الالوان مش احسن حاجه معلش شكلها، بس يعني نوعا ما كويس. طب عايزه اعمل لنفسي تايتل، اقول لنفسي ان الحته دي ان ده البوكس وده السايزز بتاعته. اعمل ايه؟ تمام، لو انا عايزه اعمل كده اعمل الكلام ده ازاي؟ بسيطه قوي. عايزه اكتب اي كلام عندي، بيبقى عندنا حاجه اسمها تايتلز اللي احنا نقدر نكتب بيها الكلام بتاعنا. لو كتبت تكست هتطلع لك كلمه تكست، بس مش دي مع الاسف اللي احنا عايزينها دلوقتي. اول بس ما هتكتب كلمه كده سب، عندنا حاجه اسمها سب تايتل. معلش خليها تايتل، عايزه افتكر اسمها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كالعادة ممكن ننسى عادي أسامي الحاجات. تعالوا كده نجرب ندور عليها نشوفها موجودة فين 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 فين. فين كده جيتي في البارامترز. أي حاجة بقى نفتحها من دول يعني نبص فيها كده بالمرة. بتكتب كده أشكال التايتلز غالبا في اليوتيليتيز. طب مش في الديسبلاي. رحتي فين؟ بتكتب كده معايا أشكال حاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. طب دلوقتي هلاقيها بس أنا مش فاكرة. طب احنا ممكن ناخد واحدة من التكستس دي نجرب فيها مثلا أهي. لا، عايزين نوصلها. انا مش عايزه اصلا اقعد اعمل لكم حاجات نوصلها كتير. كانت بتكتب تايتلز كده كان شكلهم ظريف وسهلين. دلوقتي الاقيهم. معلش هي تايهه عن عيني دلوقتي. فيها اس اول ما المفروض اول ما اكتب اس كده تطلع لنا. من ضمن ماشي هنلاقيها. حلو كده. طيب ادي دي اول واحده. حلو عملت بوكس اهو جميل. بس في واحده اهي انا ما جيتش جنبها اللي هي البيز اللي فوق دي. لو البيز دي لو انا عايزه انقل البوكس ده حته تانية اعمل ايه؟ هعمل المكان اللي انا عايزه اوديه ليه او المكان اللي انا عايزه احطه فيه. يعني ايه؟ اعمل النقطه في الفراغ. مش انا كده كده عايزاه يمشي من حته لحته، عايزه اقول له روح من مكان لمكان.
عشان ده يحصل فانا لازم طول الوقت انادي عليه. هنادي عليه ازاي بقى وانا واقفه؟ تعالى نعمل نقطه كده في اي حته في الشارع كده، نقطه عاديه جبتها اهي، بوينت من الراين. انا طلعت من الراين انا اسفه، طلعت من الجراس هوبر ودخلت في الراين، عملت نقطه في الشارع بعيده. عايزه امسك البوكس ده او انقله بمعنى ادق، لان انا ما اعرفش امسكه. فوقفت هنا كده عند السنتر بوكس، عند البيز دي، رايت كليك. هتلاقي هنا في حاجه اسمها set one plan. روحي قولي لي المكان اللي انت عايزاه. بص، اول بس ما هتقرب من النقطه كده خلاص، دي البلان بتاعتك اللي انت عايزه. انتر اهي بقت سيتنج. تمام. فانا دلوقتي بقيت اقدر اقول له ان انا هي دي نقطه البلان بتاعتي، وبعد كده هقدر انقل البوكس بتاعي فيه. ماشي. فانا وقفت وما عملتش سيتنج، سيت وان بلان، سبتها في اي حته. انا كنت راسمه نقطه من باب انها هتبقى حاجه شكلها انضف يعني. اهي، وبالطول وبالعرض. شفتوا البوكس نقل ازاي؟ طب لو ما رسمتش بنقطه هيعمل، بس انا عشان ابقى عارفه انا عايزه اودي فين. وقفت على بيز، قلت له سيت وان بلان. انت عايزه البلان فين هنا؟ تمام. لو عامل نقطه هتظبط معاك اكتر، بس لو مش عامل خلاص اهي. وبعدين بص دلوقتي بقى عندك المحور التاني اللي هو عايز يشتغل عليه، ما اكس وواي اهو. دوس انتر، فلتت مني، بس هتلاقي الشكل بتاعك نقل يعني في مره تانية. رايت كليك ادي سيت، معوجه مثلا كده اهو، يلا. شفتوا نقل ازاي؟ وبالتالي بدأ الشكل بتاعي ينقل معايا اهو، بدأ يبقى ظريف تاني. وقفت عايزه ابدا ارسم حاجه تانية، حاجه صغنونه كده برضو صغنططه. انا كلمه بتاعت التكست دي بايظاني في دلوقتي. عايزه تعملي ايه؟ عايزه ارسم سفير او سلندر او اي حاجه من الحاجات دي اهو. اول ما هتبدا تكتب سفير هيبدا يطلع لك الاسامي بتاعتك، او سلندر مثلا. يعني شايفين اهو، ادي سلندر واحده اهي. شايفين طلعت فين؟ في الزيرو زيرو. واقفه اهي، مستنيه مني البيز. ايه ده؟ دي مش مستنيه مني اكس وواي وزد، عشان هي ما بتاخدش اكس وواي وزد، هي وهي ماشيه بترسم بالراديوس وباللانس بتاعها. فانت عايز توقفيها فين؟ سيبها هنا. الراديوس هقول له 6، يبقى دوس دبل كليك وطلع لي 6 بتاعتي اهو. شايفين شكلها طالع عامل ازاي؟ طولها اللينس بتاعها عايزاها 6 في 6 توصل ده بده. ادي الشكل بتاعي. ايوه بالظبط كده. يبقى انا ما كنتش وصلتهم ببعض كده زي ما انا هنا، وكنت جيت عند اللينس وقفت قلت له 10 ومسكت ده وصلت. دبل كليك وقفت كده اهو، دبل كليك في الشارع وكتبت الرقم اللي انا عايزاه 15. قمت ماسكاها من هنا موصلاها باللي انا عايزاه. يا فرحتي، ده ما هو ده اللي حصل في البوكس. هو انت كنت في سباق العميق في البوكس ولا ايه؟ طيب. وعايز حتى البتاعة الحلوة دي مفتوحة من جوه، من جوه شايفينها؟ اه اما تبقى كده ماشي. عايزة اظبط الاثنين دول الاينمنت، هتمسكهم سوا هتلاقي الالاينمنت بتاعك ويبدأ يظبط. او عايز تحطهم في جروبنج هتلاقي كلمة جروب، تبدأ تحطهم. طيب، انا عايزة اقفل مين؟ عايزة اقفل الانبوتس ولا عايزة اقفل السلندر اللي هي الاوتبوت؟ عايزة اقفل الاوتبوت. اجي هنا هلاقي فيه اسهل حاجة عندنا كاب هولز. مش كاب هولز دي والنبي احنا عارفينها من زمان بقى، مش حطوش معاك. كاب هولز، كاب هولز في اي برنامج من البتاعات البي سي بتقفل كده اي حاجه. ما دي ما يعني انتوا الماكس كنتوا بتدخلوا الحاجه ازاي؟ بلاش، هي شبه شويه الباوندري بتاعت الاوتوكاد. اي حاجه مفتحه كده بالشكل ده بتبقى قفلته اهي. تاني ما تجربوش معايا، تقولوا تجربوا، ما هتجربي معايا هتيجي بعد كده تساليني على حاجات مش هرد عليكي. اي حد بيجرب معايا لما هيجي بعد كده يسالني الحاجه دي بتتعمل ازاي مش هرد. الفرصه اهي قدامنا والحاجه هتبقى معانا، اساعد اكتر من كده يعني. هقف هنا هو عند السلندر، هقوم قايله له كاب، هيكتب لي كلمه كاب هولز. ليه لونها اورانج او اصفر؟ عشان اتس امتي كومبوننت، كومبوننت فاضي، محتاج مني ان انا احط فيه داتا. فمسكت الكلمه اللي اسمها بريب دي حطيتها هنا. ايه بريب دي؟
بريب دي معناها المجسم كله على بعض، بس دي سلندر. ايوه المجسم ال 3 دي وهو طالع بيعتبر حاجه اسمها بريب اوبجكت، اكنه جزء كده. بس انا ممكن اكد على المعلومه بحاجه، ان انا اقف هنا واعمل كلمه بريب، اللي هي لو فيك اي حاجه مفتحه اقفلها. تمام. او بصوا هو بيقول لك بتعمل زي الباوندري، اهو كتبها ما بين قوسين، باوندري برزنتيشن، عشان كده اسمها بري. باوندري بري برزنتيشن. هتقف كده توصل ده بده، هي ما بتأثرش على فكرة، يعني انت بص لو تاخد بالك هو نفس العنصر. بصوا اهو. وبعد كده همسك البريباي اوصل ده بده، فبقى الشكل بتاعك كده. طالع الشكل بتاعي اهو كيوت وجميل وكل حاجة. حلو جدا اهو. عايزة انقل الشكل بتاعي، عايزة انقله على نقطة كده بس از جايد يعني، ولا عايزة انت تنقليه بالبيز بتاعه؟ انا عايزة انقله بالبيز دلوقتي عشان ما لخبطكمش. تمام. فهعمل ايه؟ فوانا واقفة مسكت كلمة بيز، قمت قايلة له ست وان بلان، رسمت اي بلان في اي حتة كده معرفش، وعوجتها كده بلعب انا. بصوا طلع الشكل عامل ازاي. ليه انا بس دايما بتعمد اسيب الزيرو زيرو فاضي، عشان لو انتوا عايزين تشتغلوا هتمسك كل العيله الحلوه دي وتقوم عامل لها رايت كليك، وتقوم قايل له جروبنج كلها 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 اهي. هتعمل على كلمه جروب رايت كليك، هتقدر تغير من شكل الجروبس. على فكره انت لما بتمسك باي حاجه في الجروب بتقدر تغيرها كده بيه. الشكل ده ان شاء الله عشان كمان ال 12 انا لازم اشوف الديفينيشن ده، فالشكل ده بيبقى برنتد. الديفينيشن بيبقى برنتد اماست. لو في حد نعم. ما والله العظيم ما انت كنت نايمه، انا قلت ان لحد النهارده ما فيش فرق بينه وبين الراينو، لان احنا لسه بنقول ازاي الانترفيس بتاعه، لسه بنقول البرنامج بيعمل ايه. اكيد انت بقى كل كنت نايمه ده موضوع تاني. نعم. يعني ايه حاجه؟ هيتوصل ازاي؟ ده شمال وده شمال، هيتوصل ازاي؟ لازم لو هو يمين يتوصل بالشمال، لو هو شمال يتوصل باليمين. الحل مثلا يعني بصي اهو، بصي مش هتروح للبيز اهي، شايفه؟ بصي بتعمل ايه، مش رايحه لها. دي عايزه تتوصل هنا مثلا، ومنها حصل ايرور. ده اول ايرور عندنا، هو وصلها على فكره، هو مش هيقول لك لا على اي توصيل. بس بصي عمل ايه، خلى شكل الكومبوننت لونه احمر، اي حاجه لونها احمر ده ايرور. يعني ايه ايرور؟ يعني لم يتحقق الهدف اللي انت عايزه. اعرف الايرور ازاي؟ هتلاقي جنبه طلع طول تب لونها هي اورانج اهي. لو تقفوا بس يعني انتوا وغيركم طبعا تقروا الايرور، هيقول لك ان هتلاقيه بيوصف لك، هو بيقول لك اهو الداتا فيها مشكله، فين مش عارف يحطها. لان انا احط ازاي البيز بتاعت البوكس في السلندر؟ لا ده انا عايزه احطهم جوه بعض، لا دي حاجه ثانيه، ان انت بتمسك السنتر بتاع ده والسنتر بتاع ده وتحطهم على بعض. فهمت قصدي؟ طيب. طب عايزه اشيلها اعمل ايه؟ رايت كليك على البيز وابدا اقول له ديسكونكت. ديسكونكت من مين؟ اهي من السلندر، فكل حاجه هترجع لاصلها. ماشي. ومن هنا اهو انا عملت شويه اشكال كيوت بسيطه لطيفه، قدرت ان انا اشتغل عليها وقسمتهم جروبينج وقفلهم بالفايفو. ولحد دلوقتي احنا ما عملناش اي حاجه تبدو انها مختلفه عن اي حاجه بنعملها في الراينو، ما طبيعي احنا لسه بنتمشى في الحاجات بتاعتنا. طيب كويس. الاشكال دي مش يعني احنا عملناها بس بنجرب. طب عايزه اعمل لها هايدنج بشكل مؤقت. اعمل حوار الهايد ده ازاي؟ هتقف عليها وتدوس بالسكرول مش برايت كليك. هيطلع لك مجموعه من الاوبشنز كتير قوي قوي قوي. يا اما تعمل لها جروب، يا اما تعمل لها حاجه اسمها بوليان، يا اما اون واوف، يا اما تعمل لها بلاي لو فيها حاجه فيها جرافيتي اي حاجه. لا انا عايزه واحده من دول اهي، disable preview. بص اول ما تعمل كده هو البوكس ما اتمسحش، هو البوكس اتعمل له disable preview من جوه الراين، فبقى مش متشاف. اتاكد ازاي ده ولا لا؟ اهو لو تعمل له هنا enable preview يبقى عندي الديفولت طبعا انها enable. طب واحنا ممكن نحتاج الديسيبل دي في ايه؟ بعد كده هنبقى بنعمل باترن، فالباترن دي كانت واقفه على مكعب او على سلندر او على بلين او على اي حاجه.
بس في الفاينل انا عايزه باترن، مش عايزه الارضيه اللي عليها دي، عايزه اهايد الارضيه اللي عليها. فهو ده فكره الهايدنج يعني. تمام اهو، مش عايزه السلندر دي تبان، هتقوم رايح على الفاينل ريزلت اهو، وتعمل لها في السكرولينج، هتلاقي هنا اهو enable و disable enable و disable. طيب دلوقتي العناصر دي غير ممسوكه في الراينو، انا ما اعرفش اتحكم فيها في الراينو، ما اعرفش اعمل بيها حاجه. ليه؟ عشان هي فيرتشوال، بس احنا اتفقنا ان التحكم من خلال الجراس هوبر، لكن انا مش عارفه اعمل فيه اي حاجه من خلال الراينو. عايزه ابدا امسكها، اعمل ايه؟ زي ما في enable و disable، في هنا حاجه ظريفه عليها علامه البيضه المقليه وانتوا جعانين، تمام، اسمها بيك. بيك دي بيعمل ايه؟ بيطلع الريزلت من الجراس هوبر للرايت، ماشي، اكنها بيوريها لك، يعني بيوري لك المنتج اللي انت وصلت له لحد دلوقتي، وبالنسبه له ده المنتج النهائي. عاده بنعمل بيكينج او بنبدا نصدر الحاجه من الجراس هوبر للرايت لما ببقى انا خلاص. لو انا مش خلصت ما بعملش كده، الا بقى لو حاجه عايزه اعمل لها اديت في الراينو، وبعدين عايزه ارجع ادخلها تاني، مثلا عايزه اعمل لها حاجه بالصب دي مش عارفه، انكريس لحاجه، فريزنج مش عارفه ايه، واقوم مدخلها تاني. تمام. طب بس انا من رايي ما نعملش البيكنج من هنا، من زي ما انا واقفه ليه؟ لان البيك اللي هنا لو اول ما تدوس عليها، هي على فكره خلاص هو الشكل بقى ممسوك اهو، لكن هو ما خدش رايي في اي حاجه. هو ما سالنيش عايزه تحطيه على نفس اللاير ولا لاير تانيه، هو ما سالنيش عايزه تعملي ايه بالشكل بتاعك، فانا ما كنتش مبسوطه بالحل ده. طب امال ايه الحل الظريف اللطيف؟ على فكره هو وانس ان هو عمل له بيكنج، مش معنى كده ان الشكل بتاع الجراس هوبر راح باي، مستحيل. هو ستيل موجود عندي وانا اقدر اعمل عليه كل الايديت اللي انا عايزاه. هو عمل بيك لنسخه تانيه من اللي عنده، ماشي الكلام. طيب فانا دلوقتي لا والله، انا عايزه الشكل اللي موجود عندي ده ارجع تاني اتحكم فيه، هو ستيل موجود. رايي بقى تعمل رايت كليك، هتلاقي بيك اهي، الرايت كليك مش على السكرول. طب فرقت ايه؟ ما هي لا، بيك دي جنبها 3 نقط لو اخدت بالك، اي حاجه جنبها 3 نقط يعني تو بي كونتينيوز، يعني هيكمل مع الاوبشن. فانت لو وقفت كده وعملت فيو كليك، هيطلع لك بقى مجموعه من الاتريبيوت، اتريبيوت او صفات البرنامج بيحملها. يعني هو دلوقتي بيقول لك انت عندك ديفولت لاير وعندك تحتها 5 لايرز، عايز ترمي فين الشكل اللي انت عايزه؟ وده طبعا شيء عظيم ان انت تقدر تتحكم في اللايرز والنواتج اللي طالعه عندك شكلها عامل ازاي. فانا وانا واقفه اهو مثلا هقول له حطها لي في لاير 5، وانا بقى من هناك بقى انا عارفه بقى ان لاير 5 دي الحمراء ولا الزرقاء ولا الصفراء ولا ايه بتاعت الرمل. الاهم من ان انت تختار اللاير كلمه الجروب دي، الاهم من ان انت تختار اللاير الجروب دي. ليه؟ لان الشكل بتاعك هيطلع كومبليكيتد قوي، هيطلع مليان تفاصيل قوي. فالشكل اللي مليان تفاصيل قوي ده هيطلع ستريس وحيطه وسقف وارضيه ومش عارفه ايه. لو سمحت حطوا لي في جروب عشان اعرف امسكه بعد كده. ماشي، الا بقى لو اللاير بتاعتك فاضيه، ماشي، فانت هيرمي كله فيها فمش فارق معاك. او بس رايي يعني خليها جروب، وبعد كده امسح الجروب دي يحلها ربنا. اول ما تقول اوكي، هتلاقي بصوا ايوه هو الشكل. اسمحوا لي اعمل دي بس مينيمايز. تمام، انا عاملاها زحمه قوي اهو. بصوا لاير 5، ادي الشكل بتاعي اهو، اهو اللي بالابيض اهو. هو ليه الشكل طالع كده؟ انا مش قايله له انها شيلد، هو مصمت على فكره. تمام، ده الشكل اللي على الديفولت ليا لان هو ما سالنيش، وده الشكل بتاعي. تمام، وطبعا مش بقول ان على الديفولت لاير ده غلط، براحتكم، انا بحكي معاكم. طب ده بصوا ده ما بيتمسكش ازاي، بصوا ده ما بيتمسكش ازاي. اي حاجه على الجراس هوبر مش بتتمسك. تمام، حلو اهو، وانا واقفه اهو، ده الشكل بتاعي. طب هو الجراس هوبر راح فين؟ اهو قاعد تحت، قاعد تحت اهو. لو عينيك نسيته، هو دوس بس تكه واحده هيفتح لك الاليمنتس بتاعته اللي انت واقف. وبقى عندي اهو مجموعه من الاشكال اللطيفه الظريفه اللي قدرت ان انا اكتب بيها واتحكم واعمل كل حاجه. ماشي طيب. وانت بتتكلمي كنت بتقولي دلوقتي ان دي طريقه من الطرق ان احنا بننقل الاوبجكت بتاعي لحته انا عامله فيها نقطه في الشارع، زي النقطه اللي كنت عاملاها بس هنا از جايد ليا، مش عارفه هي راحت فين، كان في نقطه كده.
طب هو انا ما ينفعش اخليه هو يديتكت النقطه وينقل عندها السلندر بتاعي؟ اه. ازاي؟ اعمل كده نقطه في الشارع اهي، نقطه اهي بالراينو، شايفين النقطه دي؟ النقطه دي يوزنج راين. ومن هنا انا مش عايزه اجنريت النقطه في الجراس هوبر، انا عايزه اجنريت النقطه في الراينو ويتعرف عليها الجراس هوبر. حصل ازاي؟ لو وقفت عملت دبل كليك في الشارع وكتبت بوينت، اتفقنا هيطلع عندك من كل حاجه حاجتين او ثلاثه. اللي بالاسود هي بتبقى كومبوننت فاضي مستني منك الاليمنت اللي انت هتعرفها في الراينو، وده اللي انا عايزاه دلوقتي. فبالتالي هروح اقف هنا، طالعه لونها اورانج كده. ايوه، لا اله الا الله، ما انا ما عرفتهاش. اول ما هتعمل عليها رايت كليك هتلاقي بص ست 1 بوينت، ست 1 بوينت. اول ما هيست، بص هتلاقي الجراس هوبر اختفى مستني منك في الراينو تكليك ست ده. شوف بصوا دي بقى لونها اخضر، طالما بقى لونها اخضر يعني اتعرفت. امسك بقى البوينتايه الحلوه دي، وصلها بالبيز. خدت بالك ان السلندر اتنقلت اهي؟ السلندر اتنقلت. بص يا فندم، بص السلندر فين والبوينت فين. البوينت اهي الاخضر اهي، السلندر اهي اللي باللون الاحمر. تمام. انا عملت لها سيتنج الاول. يعني ايه عملت لها سيتنج؟ اعملها ديليت. يعني رسمت نقطه في الراينو، وقفت في الشارع كتبت كلمه بوينت، يطلع لي الكومبوننت اللي باللون الاسود اهو. عملت عليه رايت كليك، قلت له سيت 1 بوينت، مسكت النقطه دي. اول ما اتاكد انها بقت ديفايند بالشكل ده اهي، اللي هي لونها بقى اخضر يعني في السين بتاعي، ومن هنا وصلتها كده بالبيز. شفتوا اتنقلت ازاي؟ طبعا روح بقى كده امسكها في الراين وبص انقلها في اي حاجه. بص السلندر بتنقل ازاي، مع ان هو مش شايف السلندر على فكره، بس هو بينقل الاكس والواي بتاعت البوينت، واكوردنج لكده البوينت دي متعرفه في الجراس هوبر فبقت شغاله. واصله كده شكلها عامل ازاي؟ او شكلها ظريف وكيوت. انتوا نايمين خالص. طب وبعدين؟ على مهلك. صح. ايوه عشان انا بحرك البوينت يا حبيبتي. ايوه لا، البوينت انا عامله لها كرييت في الراينو. تعالي فين؟ تعالي صباح الخير. طول ما انت صاحيه صاحيه صحصوحه انا ابقى سعيده جدا. تعالي بصي تعالي بصي، انا في الراينو اهي. شايفه كلمه بوينت دي؟ انا وقفت عملت نقطه في الشارع اهو. دي معموله بايه؟ يعني اعرف اجيب لها يمين وشمال واعمل انا بس انا عايزه اربطها بالسلندر ده. فقمت واقفه هنا في الجراس هوبر، كريت بوينت، كتبت كلمه بوينت اهي، فطلعت لي دي. البوينت دي بتاعت الراينو ما تعرفش البوينت دي، وهي طالما اورانج يبقى هي مستنيه من الراينو. فعملت عليها رايت كليك وقلت له بصي سيت 1 بوينت. سيت 1 بوينت اخدت دي اهي. بصي بس اللي اكتها. بصي اخدتي بالك ان هي دلوقتي ما بقتش لونها اورانج، بقى لونها اللي هو الجراي ده، معنى كده ان هي ديتكتد يعني. وبصي بقى لون البوينت ايه؟ بصي بقى لون البوينت ايه وانا واقفه. بصي اخضر ازاي، يعني بقت ديتكتد في الجراس هوبر. كويس. طيب قمت ماسكه بقى البيس بتاع السلندر ده، شايفاه؟ حطيت فيه بوينت. طب دلوقتي وانت بتنقلي بصي هو مش ماسك السلندر لو تاخدي بالك. بصي هو ماسك مين اهي. فهمتي بقى البوينت اللي بتنقل اهي؟ وصلت كده انا عملت ايه؟ تمام. فانا واقفه اهو لحد دلوقتي، رسمت شويه بوكس واحد يعني، وبدات انقلهم اتنين اهو. بصي بقى دلوقتي انت لو عايزه تشيلي، بصي بقى الحركه المستفزه لو انا عملت ديليت اترسمت ليه؟ لان البيس بتاعها اصبح مش معروف. بصي السلندر اتمسحت ازاي اهي. ايه ده؟ مع ان السلندر دي انت قلتي انها جراس هوبر مش راينو، وهي ما اتمسكتش. بس بصي هنا بقى الايرور فين؟ بقى الورنينج بالظبط. لو ترسمي بوينت في اي حته كده هترجع. ماشي اهو. لو وقفتي بقى هنا كده وقمت قايله له اهي ست 1 بوينت اهي، بصي هتلاقي السلندر بانت عندها اهي. شايفاها اهي السلندر بان. طب لو عملت زي ما صديقتنا الصدوقه بتقول، عملت لها ديسكونكتد اهي. فين ديسكونكت
اهو هتلاقي السلندر رجع تاني. ماشي. لكن هي طارت ليه؟ عشان هو ما لقالهاش بيز. ماشي. فبالتالي لازم يبقى واقف، يقوم قايل له سيت 1 بوينت، يقوم رايح عامل سيتنج، وبعدين يقوم راجع حاطط هنا. معلش هو الجراس سوبر هيبقى محتاج شويه حفظ، مش كتير يعني، بس حبه نونو يعني، مش حبه كتير. بصي انا بنقل دلوقتي، بنقل البوينت دي. كيوت. صحصحته شويه ولا لسه؟ ايوه بالظبط. لا مش بتزودي ليه؟ بالعكس، انت ممكن اصلا تدخلي الموديل اللي انت عاملاه في الراين وتدخليه جراس هوبر وتكملي عليه. تمام طيب. حلو. ما اختلفناش، تعالوا كده. لا طبعا هيبقى لسه في حاجات، او انا سكت، انا لسه ده لسه هرتجل، لسه هكمل. ما تبصيش كده تصعبي عليا. نعم. ليه نعمله في البيت؟ ما انا لسه ما خلصتش اصلا، هو انا لسه خلصت؟ انا عايزه اقول ايه؟ لسه انا ما خلصتش، ده انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. صح. يلا بينا. يلا اكمل. طب انتوا فرهطتوا خلاص؟ نكمل. هو انتم مش صحصحتوا وفطرتوا وشربتوا وعملتوا حاجات كتير؟ عشان بس ما اشتمش. هو مش انا قلت لكم اطلعوا 10 دقايق وتعالوا؟ يعني رحتوا تلحقوا تجيبوا حاجه وترجعوا؟ اكلتوا وشربتوا عملتوا حاجه؟ عملتوا اي حاجه؟ صح. لا انتوا اصل انتوا منظركم نايمه بالنسبه لي خالص. صاحيه. الله ربنا يكرمك. نعم. اه انا بس قفلت الريكورد، قلت عيب الفضايح دي بس هي تبان في الريكورد. جيتي؟ طيب. يجي لي احباط قوي يا جماعه والله لما بلاقيكم نايمين كده. ما يجيليش. مم. المشكلة مش كده، المشكلة ان هو لما بيصحى بقى بيرجع يسأل في كل الحاجات اللي فاتت، فأنا بحس بقى ان احنا كنا ايه ده، دي ساعة القيلولة. دي نامت. عايزة اعمل اللاين والاكسترود. احنا هنعمل تاور. التاور بيروتيت، بيموف ويسكيب. يلا بسطت. زي اسمها طائر مني وايه قفشت في دماغي بقى.
يلا بينا. يلا بينا. طيب عايزين بقى ايه نعمل شوية تاور كده ولا شوية حاجات بس ايه بتتحرك كده وبتحصل لها موفينج وروتيت وسكيل، ونشوف نعمل الموضوع ده ازاي. التاور ده عايزه اعمله كده بيحصل فيه روتيشن، والروتيشن ده بيحصل بزاويه، فبالتالي هضطر ان انا اعمل بوكس كده صغنطوطي. هعمل ايه؟ يلا هقف من هنا كده هكتب بوكس ادي كده سنتر بوكس. ليه انا مش معرفه بوكس هنا؟ عايز تعرف خير وبركه، ما يجراش حاجه. تعالوا كده نجرب، يلا ان احنا نعرف يعني. يعني مثلا بصوا ممكن اعمل بوكس كده صغنوني. أو طب عايزه اودي البوكس ده في الجراس هوبر، اعمل ايه؟ هقوم قايله له هنا بوكس، مش هقول له سنتر بوكس، هقول له كومبوننت بوكس الفاضي ده. شايفينه؟ او رايت كليك سيت وان بوكس. سيت وان بوكس. تمام. نعم. ايه علاقه البوينت بالموضوع؟ انا بوينت بعرف بوينت. ما انا مش بقول عايزه احركه، انا بقول عايزه اجيب البوكس من هنا من الراينو. ما بقولش عايزه ما انت مش بتلعبي في الموبايل. مش طريقه دي، مش اسلوب. ماشي ادي سيت وان بوكس. اقف كده عليه. يلا يا ابني عرفته. ماشي. رسم هو الرسم فوقيه ما خدهوش. طب استنى. ليه كنترول واي رجعه لي تاني اهو. طب خليه يرسمه من هنا بدل ما لسه هعرفه دلوقتي ونعرف كذا حاجة. خليه من هنا. ماشي خلينا في السنتر بوكس دلوقتي وبعد كده نعملها تاني بدل ما نتوه كلنا. ماشي ادي سنتر بوكس. خلينا فيه دلوقتي دقيقتين بس وهقول لكم انا. هقف اهو. يلا نخليه كام في كام؟ اتنين. انا عايزة الطول والعرض. اتنين في اتنين في اتنين. يلا كلهم قد بعض ما يجراش حاجة. بس هصغر دي شوية فهخليها بتجيب أرقام عشرية. وانا واقفه من هنا بدل 0 0 ومايله له ماينس 10 عشان يجيب حاجه بالماينس. كرات حر يعني. انا بجرب. بصوا شوفوا لو انتوا عايزين كده. شوفوا انا ماسكه الثلاثه مع بعض ازاي. لا ما عجبتنيش. يا اما تمسحها خالص يا اما تديسكونكت من الحاجات اللي انت عايزها. لا والله. ما انت عايزه ايه؟ عايزه اقول له ان هي ارتفاعها واحد فتبقى صغننه، وعايزه اقول له ان عرضها 10 وطولها 10. يبقى ده كده مثلا سي 10 وده 10. بصوا بصوا طلع ازاي. وامسك دي اعمل لها نيمينج فاقول له ان دي اكس بلس واي، واعمل لدي رينيمينج فاقول له ان دي عباره عن زد عشان ابقى منظم. وامسك الاثنين دول وما انساش احطهم في جروب واعمل لهم الاينمنت عشان يبقوا مظبوطين. كويس. هتعملي ايه؟ عايزه امسك بقى البوكس الحلو ده. بصوا ما بيتمسكش. ابدا اعمله تاور كده. ماشي. طب ماشي احنا كنا ممكن نعمل ارتفاعه عالي وخلاص. لا انا عايزه اعمله تاور وابين الادوار بتاعته. عايزه اكرر اكن دي 1 فلور وعايزه اكرر دي زي الكوبي كده. بس هنا مع الاسف ما اسمهاش كوبي. امال اسمها ايه؟ موف. والموف بتفضل ترفع طوابق كده لفوق 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 حاجات على العادي. اعمل ده ازاي؟ تعالوا كده نجرب نعمل حاجه. ودي بقى بدايه الشغل المختلف عن الراين. هتكتب موف بقى هيطلع لك اهي موف. حلو.
الموف مستنيه منك حاجتين وهتطلع لك حاجتين. هتطلع لك الجيومتري بعد الموفينج الجديد او التحرك. هتاخد منك الجيومتري اللي هو البوكس يعني اهو. بصوا عملوا ايه؟ احنا اتفقنا هو بيحط ديفولت فاليو يا 1 يا 10 على حسب. بس في حاجه اسمها موشن هنا. الموشن ده لو حد فيكم بياخد اي برنامج من برامج الانيميشن هي باينه الحركه يعني. فهو دلوقتي عايز يعرف ايوه اتحرك فين؟ اكس ولا واي ولا زد؟ ما يعرفش، فمشى هو باي ديفولت زي ما هو شايف، زي ما هو عايز يودي، زي ما هو عايز يعمل الحاجه. زد هو الديفولت بتاعه زد يعني. طب انا لا، انا مش عايزه كده، انا كنت عايزه احركه في اتجاه الواي، فانا اللي كنت هغير الفاكتور اللي هو شغال عليه. حلو. طيب. لا والله انا عايزاه زد زي ما هو ماشي، خلاص قشطه سيب. اقف كده اكتب كده الزد بايدك. بص هيطلع لك حاجه اسمها يونت زد. اكتب واي، شايف هيطلع لك يونت واي. اكتب اكس هيطلع لك يونت. تمام. الديفولت قلنا زد. يلا بص زد يونت فاكتور فاكتور. مستنيه من ايه الفيكتور دي؟ مستنيه الموشن ده. بص بقت عليها ازاي؟ شايف ده من ده؟ ليه؟ ما هو انت دلوقتي خلاص بقت هي زد، بس ما قلتلهوش اطلعي كام فبقت قاعده عليه. بقى نهايتها هي بدايه التاني. طب انا عايزه رقم غالي وطلب رخيص، سلايدر. اقف كده اكتب له 5 ووصل الخمسه دي بده. شايفين؟ ليه اخرها 10؟ ما انا موقفه. طب انا ما كنتش عايزه زد، يبقى اقف من هنا وبالكنترول وابطل التوصيل. تعالى كده اقول له واي، وصل الموشن بواي، ووصل ده بده. حد اخد باله؟ تعالوا بس اكبر لكم دي سيكا. بصوا لو قلت 100 مش هيعمل حاجه. ليه؟ لانها لازم تتغير من هنا. تعالوا كده بسم الله. حد واخد باله انها بتنقل؟ طبعا اللي انا بعمله ده ممكن يبقى انيميشن باي ذا واي، ممكن يتريكورد از انيميشن من نقطه السكون لنقطه الحركه، فتبقى الاليمنت كله بيتحرك. طب لا والله انا عايزاها في اتجاه زد زد. انا قلت زد، ما قلت ايه؟ اكس اهي. تعالوا كده ونعمل لدول كده الاينمنت عشان نبقى ناس منظمه وكويس. تعالى هنا ودي ده هنا، وبالتالي وصل ده بده. طب انا عايزاها تتحرك في اكس وواي مع بعض، ينفع؟ يستلم. طب امسك بالشيفت ووصل ده وده. بس بصوا عمل ايه؟ انا قلت ان الموف مش بتموف، الموف بتكوبي هنا. تمام. طب ما انا مش عايزه الاليمنت الاساسي، ويجي دور لما تعمل كده كليك وتقول له هايد سيلكشن او ديسيبل بريفيو، فما بقاش موجود عندي، فبقى دول هم بتوعي اهو. ده انا كان ممكن كمان بالشيفت ابقى موصله بالزد. بصوا انا بفكر بصوت عالي، اكيد مش منطقي كده. اهو تعالى كده رجع بقى البريفيو الاساسي بتاعك اللي احنا كنا واقفين عليه. هو فين؟ انا مشيته. هاي اهو. ماشي. عايز ساعات بيعلق رايح جاي هنا. لا والله رجعت في كلامي، مش عايزه ده. بالكنترول واسحب القفله. بالكنترول واسحب القفله. طب لا، امال ايه الديفولت بتاعنا؟ ايه هو الديفولت؟ زد بالمناسبه. انا عايزه الطوابق. بس انا ما كنتش عايزه يطلع واحد بس يعني. انتوا لو حد واخد باله بصوا هي طالعه عامله ازاي، واحد بس مش كده؟ لا انا كنت عايزه اعمل مالتيبل يعني، فلورز يعني. طب ما ينفعش ناخد ده نحطه على جنب ونعمل منه نسخة تانية ونشتغل عليه؟ ينفع. هعمل نقطة في الشارع زي ما صديقتنا الصدوقة كانت لنا من شوية، بس أنا مش عايزة أقول اسمها عشان ما نبقاش موضحين في الآخر. تمام. قال يعني أنا اللي فاكرة لوحدي. تمام. ماشي. أو عملت كده نقطة في الشارع وهمسك النقطة دي هكتب له هنا إن دي البوينت بتاعتي. رايت كليك سيت وان بوينت، يروح يستها. يجي هنا أهو. بصوا بعده إزاي؟ عايزة أعيد ده تاني. طب ما عندي سؤال، ليه ما ينفعش مثلا بعد ما خلصت نعمل اول بوكس واخر البوكس يكون روتيتد شويه، نعمل ما بينهم سنتر؟ ينفع ينفع، هنعمل حاجة شبه كده. هنعمل حاجة، بس أنا سبت دول عشان تبقى للذكرى يعني. ملحوظة يعني.
صاحبتك هتضربك طبعا، ايه انت بتقوليه ده وانت بتصعبي الدنيا واحنا مش بصي البصه. مش هتزعلها. حلو. ما علينا. يلا بينا طيب. تعالوا بقى، بس انا الصراحه مكسله. اقدر ارسم كل ده تاني؟ لا. بص بقى، انت ممكن تمسك كل دول كده، كنترول سي، وتروح ترمي كده في اي حته كنترول في اهي، وطلعوا عليها. لا بقى، خليك ناصح. الفكره كلها لو انت شلتي البوينت دي هيرجعوا مكان. اهو يعني، خليكم مرنين شويه. الجراس هوبر هتلاقوا في حاجات كتير بتكرر بعض، فلازم تبقى مرن شويه. طب ما اخد من ده واخد من ده واخد من ده، ويجوز الحلو من هنا على الحلو من هنا، مش غلط خالص، ولا في الشغل فيها حاجه غلط. هي مش محتاجه يعني. انا بقى عايزه اعمل زي ما كنا لسه بنقول، عايزه اعملهم ادوار كتير، مثلا سي 20 دور فيهم روتيشن كده. هو اول واحد بس واخر واحد اللي بيروتيت، لا انا عايزاهم كلهم يبداوا يلفوا، ومش عايزه اصعب على نفسي التوين كيرف او كده. انا النهارده عايزه اشتغل بالترانسفورمرز الاساسيه اللي انتوا عارفينها، اللي هو الموف والروتيت والسكيل. نأدي بيهم ينفع؟ تعالوا كده. بس عندي مشكله. هو مين قال له؟ احنا طبعا اتفقنا ان الموف هنا اتس كوبي. هو مين قال له ان انا عايزه نسخه واحده؟ نسخه واحده يعني الاخضر بس، عشان عايزاهم 10 مثلا فوق بعض او 20 فوق بعض. هو ما يعرفش. فانا اللي عايزه اعرفه ان دلوقتي انا عايزه تعدد من النسخ، عايزه حاجات كتير ورا بعض يقدر يعمل. ماشي، انت جهازك فصل؟ لا مش هتطلع. كتر خير. هو مش عمو جه عمله لي؟ لا دي النقطة دي المشكلة. طب عادي، مالناش دعوه. انا مالي. طيب ماشي. طب بصوا، انا هشيل بقى معلش الواي، وهشيل بقى الاكس دي، احنا اللي عايزها يعني از اكزامبل فوق. ماشي، ودول هم كلهم هنحطهم من هنا في جروبنج ونعملهم بابل، عشان تبقوا تتفرجوا عليها كده وهي عامله كده. كيورد كيورد. تمام. عايز تيجي تقعدي جنبنا تعالي، عايز تفتحي اي جهاز تاني افتحي، اعملي انت براحتك. تمام طيب. هقف كده بقى. انا عايزه اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزه اقول له وانت بتعمل موفمنت هيبقى عندك ايه؟ عدد من العناصر. الحته دي مهمه جدا جدا جدا. فانا عايزه اعمل له اري، صح؟ عندي حاجتين يعملوا الاري دي، خطوه طويله شويه هنأجل، وحاجه يعني قصيره خطوه اسمها سيريز. في واحده اسمها سيريز وواحده اسمها رينج. ماشي. اللي هيبص على فيديوهات غير اللي احنا بنحكيه دلوقتي ده هيلاقيني عاملاها بالرينج. ماشي. وواحد تاني عاملاه بالسيريز. عادي عادي، انا هبقى قايله الاثنين، بس انا عايزه اخد السهله النهارده. تمام كمان عشان عندنا عدد من الناس. ماشي. هتعملي ايه؟ احنا اتفقنا ان هي فاكتور ايه؟ حلو. يبقى زد اللي هتطلع عدد من العناصر، يبقى هاجي هنا هكريت كومبوننت اسمه سيريس. حد واخد باله انها باينه من شكلها متعدده كده زي الورق كده ورا بعض؟ اول ما هدوس عليها ركز بقى، السيريس دي هتاخد الفاكتور اللي هو زد. هي اتكررت باي ذا واي، لو حد واخد باله اهي. حلو. انا ولا قلت له الستارتنج قد ايه، ولا عدد الستبس قد ايه، ولا هم قد ايه كاونتنج. هو ايه الفرق؟ تعالوا كده واحده واحده. تعالوا بقى نشيل السته دي. ستارت يعني بيبعد عن اول واحده من تحت قد ايه. تمام. انا مش عرفني، هنجرب. تعال يعني، تعالوا نقف هنا نقول له مثلا ان دي 50. انا ببعد بارقام كبيره عشان نجرب. حد اخد باله؟ الشله كلها بعدت عن مين؟ اول واحده دي بقى ميزانين، اول واحده دي انترنس، اول واحده دي هتتشال وتترمي، مش مشكلتنا. هو دلوقتي بالنسبه له اول واحده دي اللي هي البيرنت، فهو بيبعد عنها. ماشي. اللي ما بيحبش كده الحاجات دي ممكن نعمل لها ايه؟ قدام يعني في حاجه اسمها بانل تكست كده، ونبدا هنا نوصف ده ايه. تمام. اللي عايز الكلام ده يبقى دوكيومنت. طيب الستep. تعالى كده نشوف الستep دي، نقول له 25. بص كده ايه اللي هيحصل. فرق الادوار عن بعض. اخدتوا بالكم؟ طيب يبقى مين؟ الكاونت. عددهم هم كام واحده؟ 20 دور ولا 30 دور؟ 30 دور. فيطلعوا بصوا دول 30 واحده. بصوا كيوت ازاي. حاضر.
هعمل روتيشن يعني على نفس المثال بس كمان دقيقة. حلو. طب انا بقى اخاف الناس طبعا كالعاده بنقعد نتلخبط، يبقى هنا هسمي الستارت دي distance عشان بس وانتوا بتجربوا between one. اهلا وسهلا. شكلي وحش قوي وكده وما عندناش حد. انت خدتوا بالكم عمو بس ازاي وطلع هنا؟ لا ولا اعرف. ماشي. يعني نقول له ايه، نقول له الاخوه الزملاء راحوا فين في بريك، يعني نعمل ايه؟ step يعني step every distance. every distance هتفهموا؟ تمام اهي. حلو كده. ودي باينه بقى من عددهم نمبر فلورز وخلاص، ولا فلورز كاونت. ماشي كل حاجه هتبقى كده دوكيومنتد معاك. حلو. بص ابعد بقى ده، بصوا كده الزقوه بقى في اول واحد من تحت. مش عارفه ان ال 30 ده برضو انا افتريت قوي، خليهم مثلا 10 كده عشان تشوفوا احسن اهو. بصوا وهم الديستنس 10، لا والله قللي الديستنس شويه وهكذا. ماشي. حلو. عندي مشكله. ايه بقى؟ ان صديقتنا الصدوقه عايزاهم يلفوا. هي اللي ايه؟ نعمل ايه؟ طيب ممكن نحتفظ برضو بدال الذكرى. فهنعمل ايه؟ ناخد له نقطه ونرميه في الشارع ونقوم قايلين له ان هنا بوينت. انا بس عشان روتيت هتزود عليه، ازود عليه هو ولا هتتلخبطوا؟ مالها هي صحيت يعني كده خلاص. صباح الخير. ماشي. طيب انا عايزه مين؟ عايزه روتيت بوكس واحد ولا كل البوكسات اللي طلعت؟ كل البوكسات دي الفاينل ريزلت بتاعت الموفمنت. سيبكم ان انا بجرب على امثله بسيطه، بس هو ده اللي انتوا لازم تفكروا فيه. انا عايزه مين يعمل ايه؟ انا عايزه النسخه النهائيه هي اللي اشتغل عليها، ولا عايزه البوكسات؟ اكيد انا مش عايزه السيريس. وبعدين برضو خليك ناصح شويه. انت بتاخد اللي بيعمل لون اخضر. يعني بصوا، ده ما مسكش حاجه، ده ما مسكش حاجه، ده مسك اول واحد بس، ده اللي مسك كله. ده الريزلت. عايزه اعمل له ايه؟ عايزه اعمل له روتيت. الروتيت تعد one of movement process اللي انا عايزاها برضو. ماشي. وخلي بالك الروتيت هو بيكوبي وهو بيروتيت. هو اللي ما بيعملش حاجه كده لوجه الله، هو كل حاجه بيسيب الاصل ويلف عليه. هقف من هنا. وانس انك كتبت روتيت هتلاقي اكتر من حاجه بتعمل روتيت. عندك واحده كده اسمها الروتيت العاديه، وعندك واحده كده بتعمل زي روتيتنج فيكتور. خلينا في العاديه دي. ماشي. حلو. هيستنى منك ايه؟ الجيومتري. ويستنى منك زاويه الدوران. تمام. حلو. والبلين اللي هو يلف على محور ايه يعني؟ انا ما اعرفش. تعالى نجرب على 45 ونقف هنا نقول له كده. طب انا ده معاكسني مش كده؟ هتقف عليه وتقومي له هايد. بصوا. حاضر. حد شايف دلوقتي اهو الشكل بتاعي بقى بيروتيت اهو. طيب في ناس ساعات الروتيشن حاضر والله ما بيظبطش معاها، وكان في الفيرجنز القديمه شويه كان بيطلع يخلي الشكل. دلوقتي اتظبطت قبل كده ما يقفش على نفس الاكسيس هنا فيلف كده، فيطلع كل مربع على اكس مختلفه، فالروتيت يخلي الشكل يعود لبره. فكانوا بيعملوا ايه؟ عشان برضه لما تشوفوها في اي توتوريال بيقفوا على كلمه انجل ويعمل رايت كليك، هيلاقي كده في حاجه اسمها ديجريز، عشان لو لقيت حد جنب كلمه انجل مشغل العلامه دي. احنا دلوقتي عندنا فيرجن 7 اتظبطت، قبل كده ما كانتش كده. ماشي. بس برضه لو لقيت حد عاملها يعني، بص اهي، تعالى كده جرب شيلها. بص كده هتحس انها بدات ابطا شويه. ليه؟ بقى بيشتغل على 360 بالظبط. فحددت له يعني ما بقاش ارقام 1 2 3 4، اكنك قلت له اتحرك كل 5 كل 7 كل 8. ماشي. ممكن انتوا ما تحسوش بيها قوي دلوقتي اهي. تعالى نقول له ديجريز اهي. حلو زي الفل. هو بيتحرك على ايه؟ على اكس وواي وزد. تعالوا كده نجرب. انا هو قلت له نفس الحركه، اتحرك على اكس وواي وزد. انت ليه اخدتي البلان هنا؟ ما انا مش فارقه معايا.
يعني انا مش فارقه معايا ان اعمل واحده زد جديد. وممكن اعمل حاجه تانية كمان، كنت اوصلها سوري. كنت اوصلها بالسيريس نفسها. بصوا كده. يلا نعمل لها دي ديسكونكت. حد عارف ضربت ليه؟ استنوا نوصلها تاني وقولوا لي. بعض الاليمنت لما تيجي توصل كذا حاجه بحاجه تتوصل على طول. انا نسيت ادوس شيفت، فشالت الموشن بتاعت الموفمنت، فما بقاش عندي عناصر اصلا يعمل لها روتيت. كان لازم ابقى دايسه شيفت وموصله ده في الحته اللي انا فيها. يعني بص دلوقتي، لا والله شغال ومن عملت ايرور. هنبص نشوف. ماشي تعالى. يلا بقى نشوف هو مش عاملها واحده واحده ليه. ادي الانجل، نخلي الانجل تاخد مين؟ اخذت 16. اه تمام اتفضلي. طيب نجرب كده نقول له ان الانجل اهي. ماشي انا وصلت البلان غلط. بصوا كده. طبعا انا شخص مفتري معلش. طيب ايه اللي حصل؟ انا كل اللي قلت له نخلي الانجل وهي بتتحرك تتحرك مع السيريس، فيبقى كل دور بيلف بشكل معين. طب بس انا برضو الزاويه اللي بيلفها مش عاجباني، عايزه ابدا اظبطها شويه، اغير فيها شويه. يا اما توصل الانجل هنا وتبدا تلف كده. شايفين الشكل؟ وانا مش عملت هايد لحاجه. ماشي. او تتحكم في الزاويه من جوه، يعني دي طالعه وحش اهي ولفت اهي بس الزاويه مش عاجباني. تعالى كده من جوه الانجل هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها اكسبريشن. انا عارفه انها طويله شويه بس هي عشان عندنا حد سأل. لو نقف هنا تقدر هنا تكتب الزاويه اللي انت عايزه يتحرك فيها، فتقول له هذه كوماتد تشينج. بصوا. لا ما لفوش، الاول كانوا لافين احلى. 180. لا خليها في السيريز بقى خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه كنت لافه حاجه اهي. يلا نقول له ايه؟ نقول له 45. ماشي. أنا مش عايزاها، عايزه اشيل الاكسبريشن. شايفين؟ واحده واحده بس هتلاقيه الشكل بتاعك لف. ممكن تكون الزاويه مش احسن حاجه اهي باينه. بصوا كده بقت لما تقلل الكاونتنج. اعتقد لما نقلل الديستنس بقت احسن. مش ده الشكل اللي احنا عايزين نوصل له؟ طويله سيكه بس معلش، حلوه حلوه لطيفه. تاني كل اللي عملته ان انا وصلت الانجل دي واحده. بصي هو انا الكيبورد عندي معلق حتى، بصوا مش بيعمل ديليت او عمل. انا عندي ادي الشكل اللي طالع اهو. ادي السيريس اللي طالعه وادي عدد الاليمنتس اللي كان لسه موجود اهو. فين اهو. مش ده العدد النهائي؟ حلو. وقفت عملت الروتيت عاديه خالص اهي. وصلت بيها الجيومتري. انا عشان ابقى شايفه الروتيت انا وقفت قمت مهايده بس البتاعه دي. ماشي. الانجل دي اخدتها وصلتها بالسيريس ليه؟ عشان انا من دقيقه كنت عايزه اعمل كلهم يلفوا على 45. فجينا واحنا بنتكلم قلنا لا انا فجينا واحنا بنتكلم قلنا لا احنا مش عايزينهم كلهم اللي يلفوا، هي المفروض الشكل ده شغال. بصوا في حاجه عامله لها هايت. انا مش بايدي عملت هايت لده، وده شو عادي اهو. بصوا. فجينا بعد كده قلنا لا احنا مش عايزينهم بصوا كلهم يلفوا مع بعض كده. انا عايزه دور دور. فما كانتش ال 45 الحل الموفق ولا ال 63. ماشي. وجيت طبعا قلت لك هنا لو سمحت عايز تخليها ديجريز خليها، مش عايز بلاش عشان تتحكم في الدرجات. مسكت بقى الانجل دي وديتها للسيريز دي. ليه؟ عشان السيريز دي هي اللي واخده التعداد بتاع الدرجات، هي اللي واخده عدد الستبس. فاخدت كل ستيب بقت بتلفها اهي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما كانتش باينه بس من دقيقه عشان كانوا بعاد قوي عن بعض. وبدا التاور يحصل له تويستنج ويلف والكلام الجميل ده. طب اني اسف، عايزه سكيله.
هي اصلها بس بالمره، خلاص خلاص اخر واحده. عايزه سكيله، اعمل ايه؟ هقف من هنا، هكتب سكيل، تمام، هتطلع لك السكيل نفس الاداء. هوقف، ههايد ده بس بعد ما اوصل اهو. شايفين السكيل وقع تحت السنت. نعم ايوه، ههايد بقى بتاع الروتيشن ده اهو. عايزه تسكيليه من السنتر بتاعه ولا منين؟ مين الفاكتور اللي ماسك فيه؟ الفاكتور زد صغنطط. نعم. عايزين واحد جديد مش فارقه. ايوه بالظبط. السنتر بتاعه مين؟ مش عارفه، يلا نقول له مثلا السنتر بتاعه في السيريز دي، ما انا بجرب زيه. طلعت طلعت. السنتر ده عايز اريا وانا مش عايزه اعمل اريا دلوقتي، مش عايزه ازود عليك. طيب الفاكتور مين اللي هو هيشتغل عليه؟ زد مثلا، ممكن تبقى كل واحده من السيريز دي. يا لهوي. لا طب خلي السكيل، عشان السكيل عايزه حاجه تجيب. لا يعني كنت هقول لكم عايزه ايه، عايزه اريا حظكم حاجه. ليه؟ عشان اخد من كل سيريز، اخد من كل واحده من دول. مش انا وصلتها بالسيريز؟ انا بصي خليت السيريز دلوقتي هي ايه، هي العامل المشترك ليهم كلهم. تعالوا خليها لكم هنا اهي، بقت هي اللي بتسكيل وهي اللي بتروتيت وهي اللي بتموف. على فكره لو ما عملتش فاكتور زد المفروض تشتغل عادي. لا، فبقى بيكبر واحد فيهم. بصوا تحت صغنون ويبدا يكبر يكبر. نعم. ما قلتش اي حاجه، هو هيمشي لسه اكوردنج ليه هو. انا بقى هعمله ازاي بعد كده؟ هبقى احدد له سنتر اوف اريا يشتغل عليه. انا بس لسه بتكلم. والنبي ما انا غلطان يعني. مش عاجبها العجب، مش عاجبها العجب. انت مبسوطه كده؟ انت مبسوطه كده؟ انت سعيده كده؟ ادي تور زغنطوطي معمول له كاب. طيب عايزه امسك بقى البتاع ده اوديه في الراينو، عشان هي صديقتنا كانت نايمه. جميل. اصحيها بقى. او قايله له ايه رايت، بلاش بالسكرولنج هتلاقي البيج، انا هقول له بالرايت كليك بيج. ليه؟ عشان يطلعها على لاير. ليه بقى؟ another component is running، في حاجه شغاله. طيب انا اسف، عادي ساعات بتحصل، طيب في حاجه معلقه كده فمش بيبيج، مش مشكله. سبحان الله. ماشي طبعا يعني عادي، شويه هيهنج شويه هتشتغل شويه هيطلع ايرورز، عادي عادي اهو. بص هيبيك عادي على 4 كلهم جروب واحد. بسم الله. هتبص هنا، دي الشكل بتاعه. بص بقى كده، لو جبت الريندرد هيبان لك الحاجات اللي بتترندر بس. يعني بصوا ده باين اخضر ليه؟ عشان ده اللي واقف عليه. اي حاجه بالاحمر دي جراس هوبر، يعني مش هتطلع في الفاينل اهو، ده اللي باين. وبدأ بيلف وشكله ظريف وكيوت وجميل وكل حاجه. ماشي. هيجي بعد كده حد يقول لي لا كنت عايز الوش بتاعه يبقى متقفل ازاز. دي لوفت، فانا بس مش عايزه ازود عليكم اسامي كومبوننتس كتير. ماشي ينفع طبعا. يعني هو اكيد الفلورز مش واقفه في الشارع كده، اكيد الفلورز متكفره كده متغطيه. تتغطى بايه؟ بحاجه اسمها لوفت. بس مش عايزه اقعد ازود حاجات. والتوين كيرف موجوده هنا، الاثنين موجودين. والنبي كيوت شكلهم حلو. هتستمتعوا يعني. اعمل نقط واعمل كده ولا خلاص؟ عايزه ايه يعني برضه؟ مش فاهمه. عايزه ايه؟ عشان نفسيتي هتزعل منك. عايزه ايه؟ كنت عايزه اقول الروتيت بتاعت الريجن. طب خلاص مش مشكله، خلاص ماشي، ما انا ساكته اهو وانا نطقت. ماشي خليها تجري خلاص. ماشي ماشي. طب خلاص يعني هنعمل ده بس. طيب ماشي، هنبقى نعمل ده بس. ده انا لسه كمان كنت حاطه معاه بوينتس، والبوينتس تعمل كده ويعمل ساكل ستريس وبايبس وكده. طب خلاص انا اسفه خلاص. طب هنبقى نعمل بس تور كده. التور ده بيحصل فيه التفاصيل دي، بيلف وبيموف وبيروتيت، بيغير مكانه مثلا شويه. بلاش يغير مكانه، وبيغير مكانه بس شويه.
وفيكينج وما عملناش ديفايدنج وما ثبتناش البوينت. ماشي. وعملنا السيريس، عملنا بيتا وروتيت. ماشي، انا عملتها بالسيريس مش بالرينج عشان في واحدة تانية اسمها رينج. ماشي طيب خلاص، ونعمل كده الجزء ده ونبقى نرجع تاني. هوقف بقى الريكورد.